نيزو مرحبا. بلاتي ما تضحكوش دابا، حتى نقول لكم اش وقع باش ما اللي ضحكان بلوكي. ها، تحياتي لكم. لا ماشي لكم الجنة. بارطاج الاخوان، بارطاج. بابلو شد الضحكه. الكوتشي تحياتي. العز المغرب شكرا. ريان مزداد كيضحك. صاحب الجوهرة تحياتك يا احمد. اسم محمد. خرجوا فيا الذنوب ديال تبون. اي الله العظيم خرجوا فيا الذنوب ديال عبد المجيد. نجاة مرحبا. سيمو تحياتي. سيمو. سعيد صاحبك سعيد مشى الذنوب ديال السي عبد المجيد الله العظيم بالله مشى لوجه هكا. عبد المولى عرف اللي كاين. انا تي من الجزائر لا للفتنه. اي انتم وقتاش ما دبرناكم تقولوا لا للفتنه. ملي كتكونوا مرتاحين كتبنطوا كدا وتسبوا وتعايروا، غير تلقاو القضيه فيها لا للفتنه. لا للفتنه سير قولها لبونيف. انا ما عمر سبيت الكرامه الجزائريه، المراه الجزائريه، الشرف ديال الجزائريين، ما عمر سبيتهم. ايوا انا كنتقد وكنتنزع على القرارات السياسيه نتاع بلادكم سيتو. سيروا شوفوا اللي كيسب المغاربه واللي الله يحفظك برشيد. الله يكبر بك. سلام فيفانا مرحبا. وهبه تحياتي. راه الاخوه بزاف نتاع البارطاج، اللي عنده شي صاحبو يبارطاجي معاه. المهم يا وي سجلت واحد الفيديو عرفتي في الفيسبوك اليوم غيشبعوا فيا ضحك، غيشبعوا عليا ضحك في الفيسبوك. باقي نتوما كتعرفوني وعارفين، اما في سميتو في الفيسبوك مصيبه. المهم الاخوان هادشي اللي عطا الله. تكدا صاحبي مالك كيفاش تكدا صاحبي. المهم الاخوان غادي نبقى ندير لايف هكا ونهضر هكا. امازيغيه مرحبا بنت امي مرحبا. يرى الاخوان خبر عاجل والله العظيم خبر عاجل بالله، خبر عاجل. الجزائريين اجيو تفرجوا خبر عاجل. ضحكي يا امازيغيه ضحكي. انا كنت بقيتي ليها انت ما ضحكتيش والله العظيم. انا كنت كنقول يا ربي ما تضحكش، يا ربي ما تضحكش، زعما الامور تكون عاديه. تجيوير لي كملات دابا. حول ولا قوه الا بالله العظيم العظيم. ازول دينا مرحبا بنت عمي مرحبا. لا حول ولا قوه الا بالله. الخبر عاجل ولكن خبر عاجل بالله بصح ما كنتنصش. خبر عاجل طاس. خرجت واحد القرار دابا هذه واحد الساعه. كنت ملاي عند اهلا تحياتي ام اويس مرحبا. شي الله. الذي يسب المغاربه لا يمثلوني. مزيان ولكن دير لايفات وقول لهم لا ما تسبوش ما ديروش. الخبر من طاس بن عمي. الخبر من طاس يقول الطلب ديال عدم إقامة المباراة النهائية بين الزمالك وبركاني كيترفض من طرف محكمة الطاس. 5 المحامين 5 البلاطوهات. إننا أمام معركة وسنفوز فيها. سعيد ملي كنوصل لذاك الحرف الفاء كيتعوج لي الفم. المهم الإخوان غير تلقاو شي كلمة فيها الفاء عرفوا وجدوا راسكم ديروا السكرين وصيفطوا الكرغوليستان يقولوا راه سعيد برنوس خرجوا فيه الذنوب ديال الجزائر، خرجوا فيه الذنوب ديال تبون. برنوس داير الكاله كيدير الكاله لتحت. شوف انا عندي عادي جدا عاون. سلم على بوجماعه.
السي بوجمع الغزال. لا لا السي بوجمع عندي عزيزك السيد، واخا مازال ما تلاقيتوش والله العظيم. السي بوجمع تحياتي لك، غادي نجي للناظور غادي نسول فيك. ولا ضروري ضروري غنسول فيك، ما كنتي غنجي عندك غتخلص شي قهوه. تحياتي السي بوجمع الله يحفظك. والله العظيم الاخوان الى مشكله من الجزائر. انا احترمك، الله يحفظك خويا توفيق، الله يحفظك. انا كنحترم اي جزائري، شخص جزائري عادي محترم، ما لا يمكنك الا ان تحترمه. والله العظيم ولا مشكله. لكن خصني نمشي نتكمش انا، شداني لشي لايف ودابا غيشدوا لي السكرينات وغيديروا الترولات وابرنوس خرجوا فيه الذنوب ديال القضيه الجزائريه العادله واتحاد العاصمه. دابا خصني نبقى نهضر هكا. المهم دابا خصني نبقى نهضر واحد نص ساعه هكا باش يلاه نتقاد. المهم ما علينا، اللي بغى يوقع يوقع، ما عندناش مشكل. حنا درنا اكثر من هادشي، كرطنا كاع، حيدنا اللحيه وعرضنا انفسنا للسخريه لمده شهر ديال الضحك والطنز. داك الشيء اللي ضحكوا عليا المغاربه في ذاك الفتره ديال فاش كرطت، ما عمر ضحك عليا شي واحد. استثناء واحد السيد ضحك عليا البارح بزاف، الا ما سمحتلوش ما عندوش فيني. هي ما كاين نعاس. لا قضيه دابا غيبقاو يبكيو عاود يبداو البكاء. دابا شويه يخرجوا يقول لك الطاس شراها القجع. شتي الطاس دابا؟ الطاس كيقولوا انها ديمقراطيه والقوانين ديال الطاس وكذا وهادي الطاس وكذا. ملي غتحكم الطاس بان الامر عادي جدا، الامور كانت في اطار احترام القوانين ديال الكاف، غيخرجوا يبكيو والطاس شراها القجع. شتي يا ودي خليو بعدا القجع يشرا غير الكاف، غيصدق شاري حتى الطاس. ايوا داك الساعه قدموا الولاء للقجع وصافي. اش دايرين نتوما بتبونوا كذا؟ نسلفوا لكم واحد عامين يحكمكم تما، يقاد لكم الامور تما، وداك الساعه ديروا تقرير المصير واش يزيد معكم العهده الثانيه ولا لا. ومن بعد انا عارف شنو غديروا، غادي تطلبوا بانه يكون غديروا شي رساله البيعه لمحمد السادس الله ينصرو، ويدير لكم تما يعينوا عليكم والي صاحب الجلاله في الجزائر هو القجع. والله حتى يقدكم بالله، يعاودكم مزيان واحد 10 سنين. الله يحفظك مزيان. راه هاد العويجاج ديال فمك من سبب الطانسيون. لا صاحبي راني درت البنج. انت واش من طانسيون؟ واش اللي بحالي غادي يجيه الطانسيون؟ انت واش فيه ولا صاحبي؟ اللي بحالي يجيه الطانسيون؟ انا ما لا طانسيون لا سكر لا ملحه. انا مع هاد هوكيستان. هي ابن عمي. عندي انا كندير لا ثيرابي. انا والله الا كندير لا ثيرابي. انا كنبرا مع هذا هوكيستان. داك الحاجه ديالي الادرينالين، كنتعصب كيجي شويه الادرينالين. الحاجه ديالي الى الهرمون ديال السعاده، الهرمون ديال الاطمئنان، الهرمون ديال كاع الهرمونات اللي محتاجهم الجسم كناخذهم انا مع هوكيستان. والله هذا الدرسه، واحد الدرسه هنا مشيت عند هذاك الناس ديال الدراسه، داكشي ديال الاسنان. ايوا درت لي البنج وشويه ديال البنج، بدات تخدم. وتبين ان ذاك الدرسه عندها واحد ذاك العرق ورياغلي ما خصوش داك 5 ملغ ديال، وجابت واحد ما عرف شحال من ملغ ديال البنج، وهكذاك وبقى داك العرق كيوجع. قالت لي حبسه بن عمي، قالت لي سير تترجع. قلت ما نقدرش نخدم. قلت لها راه وريها لي اش غدير. اش غدير بنت عمي؟ اش غدير؟ هو كيدير الطانسيون الهوكيستان، انا كندير الطانسيون. واه المهم الموضوع على الاخوان هو ان الطاس اليوم خرجت قرار، ماشي قرار، جاوبات الاتحاد الجزائري. وبطبيعه الحال الاعلام الجزائري ما غينشرش هذا الخبر دابا، ما غينشروش اليوم حتى الغدا. دابا الاعلام الجزائري اليوم ما غيتكلموش على هذه القضيه هذه، ولكن المغاربه ديالنا نشروا الخبر، تنشر في مختلف المواقع الصحفيه المسؤوله. طبعا انا ما كنجيبش الخبر انا من سميتو، ونشره واحد المصدر موثوق عندي انا، واحد السيد كنثق فيه بزاف، واحد الدكتور متخصص في الرياضه، في كره القدم بالخصوص. الدكتوره ديالو اصلا دار على كره القدم، سميتو منصف اليازغي. دونك الدكتور منصف اليازغي نشر عنده بان الطاس رفضت الملف، الطلب الاستعجالي نتاع
الفاف نتاع الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمه. 5 المحامين داروا الخدمه ضربات لهم الطاس الزيرو، والمصاريف كتخلصهم. دابا المشكل اتحاد العاصمه شحال غالي داك الشيء، عرفتي شحال ديال الفلوس. هاد القجع لم يكتفي انه يخسرهم في الماتش وصافي، يخسرهم حتى في الفلوس. ومازال عاد خبر ثاني نسيت اللجنه ديال العقوبات نهار الاربعاء غتجمع، ستجتمع يوم الاربعاء. يا عيشه زينه، تحياتي مرحبا بنت عمي. العقوبات هذيك وهبه ديالنا، هذيك بنت عمي، هذيك العقوبات نهار الاربعاء. يعني شنو اليوم؟ الجمعه، السبت، حد، الاثنين، ثلاث، الاربعاء. يا جدك الاربعاء. لطيفه مرحبا لطيفه. مازال ما جدوكش لطيفه؟ مازال ما شدوكش ديال سميتو ديال الطاس، مازال ما حكموش عليك. السلام، مرحبا بنت عمي، مرحبا. المهم العقوبات نهار الاربعاء. اذا خوتي الجزائريين نستناو نهار الاربعاء عاود واحد الجوله نتاع البكا والشكا. انا كنستنى داك الاربعاء بفارغ الصبر والله العظيم. هاش كيستناكم نهار الاربعاء يا هوكيستان، يا المبردعين، يا الشياتان تاع تبونيستان. ايش كيستناكم يا الهداف، يا هذاك باسوغو، داك سالمونيتي، داك الحميمر، يا داك بودربوكا، يا هذاك يزيد وهيب، ولا هي ومصطفى بوسبير. غادي نجلدو جليد، غادي نسلخهم سليخ. مصطفى بوسبير كيطلع معاه واحد عارف مشاكره جديد، سما راسو الدكتور الياس. كيقولوا من سميتي الدكتور الياس. قال لهم انا كنت خدام في المغرب، قال لهم كنت خدام في الميناء المتوسط. قال لهم كانوا عاطيني الفيلا وكذا وكذا، ومحمد السادس استقبلني وعطاني الوسام ولا ما عرفت داكشي. قال لك عطاني الوسام محمد السادس، وهما متيقينو. عرفتي اش كيقول لهم؟ دابا ولا متخصص في هادشي نتاع المحاماه ديال الرياضه وفي لوزان. كيقول لهم تجيو عندي وانا ندير لكم ونفعل وكذا. القدر ديال الجزائريين انهم يكونوا يعني قابلين للتبردع. شتي دابا النظريه ديال قابليه الاستعمار هذيك ما نهضروش عليها، لان داك الشيء ديال القديم. دابا عندهم خص واحد الدراسه نفسيه، القابليه للتبردع. ما كاينش شي شعب، مع احتراماتي للعقلاء، مع احتراماتي للموالين الحس النقدي، مع احتراماتي لهم، كاينين. ولكن اخوتي عرفتي شنو دايرين البسطاء؟ عرفتي شنو دايرين البسطاء؟ التبرديعه جدك. هذاك الياس شي تبرديعات كيقول لهم يا سلام. ايوا دابا كنستنى الاربعاء، انا كنستنى الاربعاء، نهار الاربعاء. غادي نشوف الفيديو في الفيسبوك واش مشى ولا مازال. غيضحكوا عليا ملي غيشوفوا هذا الاخر معوج. لا ما ضحكوش عليا، ضحكوا على الجزائر. ولا بس سحب لي غيضحكوا لي على التعويجه ديال الفم. ما تنساوش التكبيس. شكرا عائشه، شكرا. اذا الاخوان التكباس راه عطلنا. دابا غادي نسمع لكم شويه نتاع الفيديوهات. السلام عليكم. سلام للعزيزه. لاباس الله يبارك فيك. كيداير العائله كاع لاباس والوليدات؟ الله يكبر بك. الله يحفظك ويخليك يا ربي، الله يعاونك. شي بير تاي كاين والو ما تاي والو. نعم تاي كاين كل خير. ومنين انت منين؟ هم العربيه ديال وزم. مرحبا. واش جنة الله يكبر بك. يلا سير. ما توريش الاولاد خليهم ما يبانوش. نعم ولادك ما تبينيهمش في الكاميرا، خليهم بعاد. تقرا لي تعالق الله يفسح عليك. شنو هو؟ راه البنت اللي كتقرا لي تعالق الله يفسح عليك. ما هاي قولها تباني بالصعيد. واخا خويا ربي يخليك. شكرا. هذيك امازيغيه راه بنت عمي، هذيك امازيغيه راه بنت عمي هذيك. ايوا عندهم كونيكسيون ضعيفه يمكن.
ربحوها الاخوان خلال الاخوان اللي لا امازيغيه. شوف الاخوان اذا كان ممكن خذوا نعطيو لها الجوله كامله بكل ما تستطيعون. بنت عمنا واتزم اللي يقدر على شي حاجه يدوز عندها، اللي يقدر على شي كادو يدوز عندها. هذا طلب خاص ديالي، ما عرفتش هكا قالها لي هكا خاطري. الله ينورك، الله يفتح عليك، الله يكبر بك. شكرا لك، الله يسهل عليك يا ربي. ترخص الأمازيغي. لون كونيكسيون ضعيفه. هذا ما عرفتش والله، ما عرفت. بنت السيده طيبه. الله يفرحك. الله يفتح عليك، الله يكبر بك. شكرا لك، الله يفرحك يا رب ويسهل عليك ما صعب. الله يكبر بك، الله ينورك يا على قبل الوليدات. الله يسهل عليكم يا رب، الله ينوركم ونور حالك. وهيبة شكرا. الله يفتح عليك يا رب. شكرا لك يا عمي على الدعم ديالك بزاف بزاف. شكرا لك. الله يصلحك صحيحتك. شكرا لك بزاف بزاف. انا جاي للطاس، انا جاي بلاتي نساليو الجوله مع بنت عمنا وانا جاي. يا رب يسهل عليهم يا رب، الله ينوركم. يلا اخوتي وخواتاتي، الله يسهل عليكم يا ربي. تكبسوا بارطاج، الله يفتح عليكم. بارطاج الله يفرحكم يا ربي. شكرا لك اختي وهيبه. الله يكبر بك اختي وهيبه، الله ينوركم ونور حالك. الله يفتح عليك. شكرا اختي وهيبه، الله يفرحك يا رب. الله يفرحكم يا ربي. وهديع بشرى. شكرا اختي. يفرحكم. شكرا لك اختي بشرى، الله ينوركم. مصطفى شكرا خويا. الله يفتح سعد عليكم شكرا خويا. يسهل عليكم يا ربي، الله ينوركم. الله يفتح عليكم امازيغ. شكرا لكم اختي خويا. جي بزاف بزاف. علاقتي انا مع الطاس. راه البارح قال لك راه تعتقلتي. شكرا لكم اختي خواتاتي العزيز. شكرا شكرا لكم. الله يجعل صدر شكرا لك يا عمي على الدعم ديالك بزاف بزاف. شكرا لك، الله يفرحك. الله يجعل صدر ربي يفرحك ونورك. الله يفتح عليك بيبان رزقك بيبان شكرا خويا. مرحبا بخويا. الله ينوركم ونور حالك. الله يفتح انا قلتها انا. شكرا لك خويا، الله يسهل عليك، الله ينورك، الله يجعل صدر ربي يكبر بيك. شكرا لخوتي وخواتاتي. شكرا لكم بزاف بزاف. الله ينورك ونور حالك، الله يفتح عليك. شكرا لك بزاف بزاف. نجعل صدر ربي يسهل عليك ما صعب يا ربي. الله يحفظك. شكرا لك يا عمي سعيد بزاف بزاف. الله يفرحك. شكرا لك اختي هدى. الله ينورك. شكرا اختي هدى. تقراي ولا ما بعدا بلاتي نتفاهم معاك بعدا. انت راكي تقراي تمشي للمدرسه ولا لا؟ كتقرا الله يفتح عليك. ويلي السيد. والله صافي مزيان. ملي كتقراي مزيان صافي. ملي كتقراي مزيان عندك كي تخرجي من القرايه. لا عمي القرايه ديري. القرايه هي كل شيء، هي القرايه هي الاولى. راه القرايه هي اللي خلاتني حتى انا باش نقدم نقلب نيتي. هي كتقرا لي تعالى باش تقراي ان شاء الله. والله ينجح، الله يوفقك ان شاء الله. اخر حاجه تجي في بالي هي القرايه. الله يجعل صدر ربي ينورك، الله يفتح عليك، الله يجعل صدر ربي يكبر بك. شكرا لكم اختي خواتاتي. شكرا لداعمين ديال عمي سعد بزاف بزاف. الله يفرحكم ونورك، الله يكبر بكم، الله يسهل عليكم اصعب يا ربي. الله ينوركم ونور حالكم. شكرا لكم بزاف بزاف. نشكركم بزاف بزاف. فرحتونا، الله يجعل صدر ربي يفرحكم ونوركم. والله اخوتي وخواتاتي، والله خويا كنا بغينا نحبسوا كاع صافي ما كيطلع لينا والو. صافي قالت لك بنتي يلاه بنتي، قلت لها غير تسنى عاودت تلقى يجيب الله التيسير. ما تعرف الخير منين. يفرحك ونورك. والله يرزقكم، الله يرزقكم ان شاء الله يا ربي. يا رب الله يسهل عليك يا ربي. امين امين. الله يكبر بك. شكرا لكم، الله يجعل صدر ربي يسهل عليكم يا ابو مزوين. شكرا اخويا ابو مزوين. الله ينوركم يا ربي يفرحكم. انا لاله عزيزه بسلامه عليك. الله يعاونك، الله يفتح. الله يرضي على بنيتاتك ان شاء الله، ويقراو ان شاء الله وينجحوا ان شاء الله يربي في حياتهم. وليداتك الله ان شاء ينجحك الله انت. ربي يفتح عليكم. لا لاله عزيزه بسلامه. الله يحفظك. بسلامه لاله. بسلامه عليك يا عمي. شكرا لك بزاف بسلامه. الله يرضى عليك. سلام. اي فوالا. اذا دابا لي زاميغ ديالنا غادي نمشيو الى الاخوان بعدا. شكرا الاخوات كاع امازيغيه وهبه. يا ربي ما نسيتش اسماء اخرى ديال الاصدقاء والصديقات اللي مشاو وساعدوا. الله يكبر بكم. شكرا لكم جميعا. اذا دابا بنيتات عمي وليدات عمي غادي نمشيو الى الفيديو الاول ديال
وكاين بزاف هنا. ويو ويو ويو. منين غنبداو؟ غنبداو من هنا. انتو شوف الإقصاء من كأس الكونفدرالية كأس الجزائر، أنا جو بونس كو ليكيب تاع اليسما a reçu un coup sérieux سورتو الظروف كيفاش رشيد اعتذر، رشيد صاحبي رشيد طلب التحدي حتى الاخير ديال اللايف. اذا سمعوا الاخوان بانه بدا يدخلهم الصهد وبداو يبكيو، ما بقاش داك التشوكير ديال الطاس وحنا وكتا. سمع دابا البكا، سمع دابا دخلت معاهم البروده، دابا عاد بردات ليهم الفرفاره. اسمع اسمع اسمع. باعوا العجل للجماهير ديال اليسمى، ودابا جلسوا دابا يقرقوا. كأس الكونفدرالية كأس الجزائر، أنا جو بونس كو ليكيب تاع اليسما a reçu un coup sérieux سورتو الظروف كيفاش كاس افريقيا. على بالنا كيفاش الفريق يعني نحاولوا طعمه من ستي ليكيب كي تي كانديدات باش تدي اونكور لا كوب لا كاف نجمه ثالثه، يعني غروس فريستراسيون. ومام في لا كوب دالجيري نقدروا نقولوا بلي ما عاونوهمش بزاف ابري المأساة تاع لا كوب لا كاف. تو سويت راحوا لعبوا دومي فينال كوب دالجيري. جو بونس لي جوار اون ريسيو ان كو، وشفناه هاد الكو هذا شفناه في اللقاء تاع مع شبيبة القبائل اللي مالغري لي دو بوت يسون بسيكولوجيكمون الفريق مازالوا يعني طري فراجيل. وانت قلت اسكي يقدروا يجيبوا 9 نقاط، يعني ça va être difficile avec un groupe qui en plus des blessures des blessures. نعطيك معلومه les deux attaquants africains. واسمع دابا قبل ما نمشيو دابا على لي زاتاكون افريقيا، دابا هاد اليسمى هذا غادي يخرج حتى البطوله ما يخرج فيها والو، لان خصو 9 نتاع لي بوين سكسيسيف في 3 ماتش. خصو 3 بوين، خصو يغلب في لي ماتش الجايين 3 د لي ماتش يغلب فيهم 3. هادشي اللي بغيتي يا كبرانستان، هادشي اللي بغيتي يا تبونستان. ايوا فين داكشي ديالك؟ ما بقاش دابا ولات فرستراسيون ولا التاثير النفسي للاعبين. ما بقاش نحن قمنا بالواجب للسياده ونحن الشواكير ونحن انتصرنا. علاش دابا راكم تبكيو؟ علاش دابا تقولوا لي جوار سون فرستري ils ont reçu des coups sérieux؟ ملي كنكونوا مآمنين بالقضيه ينعلبوا شي ربح، ينعلبوا شي بوان، ينعلبوا شي كاس، وما نتهزش انا نفسيا. هذا معناه ان اللاعبين ما معنيينش بهاد لافير، ما مامنينش معاكم بهاد الهبل العبط. الجمهور ديال اليسمى درتوا عليه واحد الحمله يعني اعلاميه وباقي الانديه ونتضامن ونحن السياده. خرجوا موالين الميكرو تروطوار وحنا السياده يعني. دابا ولكن الانسان العاقل ملي كيفكر ما علاقه السياده بالخريطه نتاع المروك؟ هذاك المروك الا عنده شي مشكل في الامم المتحده مع شي وحدين معاه تما، شي باغي يخرج شي باغي يبقى، هذاك مشكل نتاعو مع ولادو. منهم اللي عاق، منهم اللي ولد بار، المهم هو ولادو. احنا كجزائريين اش دانا؟ احنا ما علاقه احنا المغرب مع ولادو، معنا احنا في السياده نتاعتنا. هادو العقلاء اللي كيطرحوا هذا السؤال ما خلولهمش المجال. السوم تحياتي، ما خلولهمش المجال. اعلام طق نفخ. دابا بردات الفرفاره، دابا اسمع ابن عمي الفرفاره بردات. تحكم اتحاد العاصمه ممكن لها. انتو شوف الاقصاء شوفوا لا طوناليتي، النبره نتاع الصوت، النبره الانهزاميه. سمعوا ركزوا لي على النبره ماشي الكلام، دابا ركزوا لي على النبره. اسمع كأس الكونفدرالية
كأس الجزائر أنا جو بونس كو ليكيب تاع الإسماء a reçu un coup sérieux سورتو الظروف كيفاش كاس إفريقيا على بالنا كيفاش الفريق يعني نحاولوا طعمه من ستي ليكيب كي تي كانديدات باش تدي اونكور لا كوب لا كاف النجمه الثالثه يعني غروس فيليستراسيون ومام في لا كوب دالجيري نقدروا نقولوا بلي ما عاونوهمش بزاف ابري المأساة تاع لا كوب لا كاف تو سويت راحوا لعبوا دومي فينال كوب دالجيري جو بونس لي جوار شتي فين حشوها لهم دابا؟ راه ما حشوها لهمش غير مع بركان، حشوها لهم حتى تما الماتش نتاع نصف النهائي ديال كأس الجمهورية. اليسما طلبوا التأجيل، قالوا لهم لا ما نقدروش نأجلوا الماتش لأن النهاية محددها الرئيس السي عبد المجيد. يا ودي راه عندنا الماتش مع بركان، خليونا واحد 10 ايام ولا 15 يوم عاد نلعبوا كأس نصف النهائي ديال كأس الجمهورية. لا لعبوهم 3 ايام من مور الماتش، هذاك الماتش اللي ما لعبوش، وجا لهم القرار ديال 3-0 في ذاك النهار اللي غيلعبوا. جا لهم القرار بانهم خسروا 3-0 مع بركان، الماتش ديال الجزائر ماشي الماتش ديال بركان اللي ما خرجوش اللعابه ديالنا وجابوا 3 بوان. هذا فهمتي يعني التشرشيمه ابن عمي، التشرشيم. واخا دابا نسمعوا كيفاش عاود غاديين في واحد الاتجاه ديال التبرديع في شكال. اسمع هادي عاود اسمع. المتهم الاول في هذا لافا فوزي القجع راح لمصر دار حوار كما يقولوا بالعاميه غاز الانفا المصريين، بالعكس مع هناك كاين امور تطبخ بين بعض الفرق بمشاركه مصر. الحوار لم يجرى في مصر، الحوار مع التلفزه المصريه ولكن مالغري كاع المجاملات اللي قالهم القجع مع المصريين داروا له عنده بروتيستاسيون على الاربيتراج باش تقول باللي الشك في لافريك بارابور او رول دو القجع في لاكاف يعني الان واضح كما قال علي الان كيفاش نغير الاشياء. لازم الجزائر نروحوا ليطاب الاخرى. لا قبل هذه ونخليكم نكمل معكم الفيديو. اسمع دابا هادو مازال اولا العقده نتاع القجع ساكناهم، وثانيا واحد العدد نتاع الحويجات لا علاقه مع داك الشيء الواقع د الاشياء. اش قال لك القجع مشى المسار يدير الحوار، حتى من بعد عاد صحح له الاخر لان الكاذب البواح هذا، وهم يعرفون جيدا ان قناه اون تايم سبورت هي اللي جات للمغرب ودارت الحوار مع القجع. يعني من بحث عن من ذهب عند من. ثانيا كما قالت الاخت امازيغيه الحوار وقديم، الحوار تسجل في سميتو في البطوله ديال افريقيا ديال الفوتسال قبل الماتش نتاع بركان. الحوار اجري واش قبل ولا يعني في ذاك الايام الاولى نتاع كاس افريقيا للفوتسال، قبل المباريات ديال بركان، قبل ما يوقع هادشي ديال بركان وكذا والخريطه وكذا. ثالثا قال لك القجع يغازل ما يغازل مزيان. دابا القجع كيمارس الدبلوماسيه الرياضيه، وانتم كتمارسوا السياحه السياسيه كما قال لكم تبون ديالكم. انتم عندكم واحد الرئيس قال كاين السياحه البيئيه، كاين السياحه الثقافيه، كاين السياحه التراثيه، وكاين السياحه السياسيه. هي اللي كيدير تبون بالحجر، هز الحجر بيدو. منصب كروي افريقي ودولي داير حوار، من الاكيد انه غيكون دبلوماسي في هضرته. راه لو كان سولوه على الجزائر
كان غيقول كلام ما فيش تهجم على الجزائر، ما غيسبش الجزائريين، ما غيسبش صادي، ما غيهجمش على صادي، لان انسان كيدير الدبلوماسيه الرياضيه. الحمير، الكيادر، البغالة مولين الحجر، المبردعين، راه ملي كيكون عندك مسؤول عارف الوقع والهيبه والهاله نتاع الوجود ديالو والحضور ديالو في المنصب نتاعو قاريا ودوليا، يعرفوا جيد راه داك الشيء اللي كان كيدير معاهم موتسيبي وهما تسحب لهم، عطا لهم كاس افريقيا. حمير ما كيعرفوش بان هذاك راه منصب دبلوماسي. فين ما مشى موتسيبي كيقول لهم انتم الواعرين. موتسيبي مشى للكاميرون لقاهم، لقى الملاعب مشرقه غير ملعب مغروسه فيه البطاطا، قال لهم عندكم ملاعب واعره. مشى لكوت ديفوار لقى تما الروينه، قال لهم انتم هما الواعرين. جا الجزائر قال لكم انتم الواعرين. مشى للمغرب قال لنا انتم الواعرين. حنا ما كنديوش على التصريحات ديال المسؤولين السياسيين ولا المسؤولين اللي عندهم منصب، يعني نقولوا حنا دبلوماسي ورياضي ولا سياسي ولا اقتصادي ولا كذا. فهمت؟ قال لها انتم شواكر. واش تفهمنا ولا تفهمناش؟ الكيادر، بونيستان، اشنقريحيستان، الكائنات المريضه اللي ما عرفاش فين عايشه، فين عايشه. هو مشى تما سميتو موتسيبي قال لهم واحد جوج كلمات، قال صافي جبنا 2025. وقال له ذاك النهار واحد فيهم العليم الشيخ قال له حنا عطينا له البرنوس عطينا له الحلوه. الخادي نقول شي كلام، باغيين نجيبوا كاس افريقيا بالطارطه، باغيين نجيبوا التنظيم نتاع كاس افريقيا بالطارطه. دابا سمعوا بان راه ماشي سمعوا، هما يستوهمون ان الاخرين يقومون بامور غير رياضيه فيقدمون الهدايا. لا الحمار، لا كاينش هدايا ولا كذا ولا كذا. كاين وشنو عندك، واش راك مؤثر ولا لا، واش راك حاضر ولا ما حاضرش، واش عندك الوزن والهبه ولا لا. صافي كاع نرجعوا لهذا الغبي العبيط. قال لهم واسمع دابا شنو قال. مالغري كاع اسمع ان كاين امور تطبخ في بين اسمع كما يقولوا بالعاميه غاز الانفا المصريين، بالعكس مع هناك كاين امور تطبخ في بين بعض الفرق بمشاركه مصر. الحوار لم يجرى في مصر. الحوار اسمع دابا صح له. قال له ان القجع عرف بان ثمه امور تطبخ بمشاركه مصر. ها هما كيعترفوا بان وليد صادي مع السياسيه الجزائريه داروا اتصالات وكيطبخوا، دايرين محاولات ديال الضرب في موتسيبي والقجع من داخل الكاف. ها هو اعتراف. يعترفون انهم دايرين اتصالات مع اتحادات اخرى باش يضربوا في موتسيبي والقجع والمكتب التنفيذي اللي كاين دابا. والمصريين حتى هما معنيين بهذه الاتصالات هذه. يعني وليد صادي تواصل مع المصريين، يعترفون انهم باغيين يقلبوا المصريين على القجع. هذه ماشي كولسه، ها هذه ماشي عوسسه، ماشي بوسسه، ماشي كوسسه. شنو هي هذه؟ والقجع دار لكم الخوراره وغيدير لكم خوراره مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه. هذا سميتو القجع. انتم ديروا في الكولسه، هو يدير لكم في الخوراره. يعني بالعربيه الطاهره 123 في التنميه البشريه. مشات الكونيكسيون، رجعت الكونيكسيون. 123 في التنميه البشريه. عرفتي علاش؟
والله انا نعطيك الجواب نيشان. عرفتي علاش حنا 123؟ شتي هذوك 60 اللي سابقيننا حنا، 60 دوله كلهم بحال الجزائر، الارقام تشير عندهم. 60 اللي قبل منا حنا يفترض نكونوا في 63. هذوك اللي قبل منا بحال الجزائر، بحال الدوله ديالكم، بحال الرئيس ديالكم. اسكت ما تهضرش على الترتيب، اسكت يا جدك ما تهضرش على الترتيب وانتم الغنم ما عرفتوش تحسبوهم. اسكت يا جدك في 2024 ومازال ما لقيتوش شحال عندكم من غنمه. اسكت يسكت حسك، اسكت يسكت حسك. هو تعوط لي الفم صافي مشى البنج، دابا غيولي له الحريق. اللهم الحريق ولا البنج ولا التعويقه. لا دابا مزيان دابا. دابا مزيانه. كان عندي مشكل في الفاء، دابا تقدات الفاء. فأر والله العظيم بالله. لا صافي دابا مزيان. فين كنا؟ اخي الزحلوش غير اسكت. ما كاين عرفتي الوسامه. خي الزحلوش شتي داك الفوطو اللي داير البابيون ما شتيهاش؟ مشى النص ديال عمرك. الطيحه اكثر من النايضه بن عمي. وهادشي التواضع والله العظيم. كيقولوا لي العرندس، لا نقول لهم انا غير الفرندغ السكرتح. ما كنبغيوش ما والله. شوف التواضع، حنا سماتنا التواضع، فهمتي؟ والله عرفتي لو كنت كندير داكشي ديال البابيون دوك الكدا والحطه والهدا ولا تلقى هنايا 10,000، ولكن غيوقعوا لي مشاكل بزاف. معنا التقارير كيمشيو، راكم عارفين ملي كيمشيو التقارير سأمنع من فتح اللايف نهائيا. اللهم خلينا غير مع بنات عمنا وولاد عمنا هنايا كنضحكوا ونشطوا في اطار عادي جدي. ماريا تحياتي. صافي هو جا الضوء. تشارجا التليفون شويه، دابا غادي نسمعوا وشنو كيقول هذا الغبي. قال لك ورغم ان القجع غازل المصريين الا انهم خرجوا يشككون فيه. فشككوا فيه. قال لك طالبوا بانهم يبدلوا الحكام نتاع الفار. وما دخلوا القجع بحكام نتاع الفار؟ يا البغل يا الحمار، انت ما تبعتيش الحوار. قال لهم انا ما عنديش، انا ما كاينش مغربي في لجنه التحكيم، ما كاينش. قال لهم ما كاينش مغربي واحد في لجنه التحكيم، كاع ما كاينش مغربي نهائيا في لجنه التحكيم. وغتلقاه تما جزائري وما تلقاش مغربي. غتلقى تما شي واحد من الجزائر وما تلقاش مغربي، بمعنى ان المغرب لا علاقه لها بالتحكيم. حتى موظف ما كاينش، موظف في اللجنه ديال التحكيم ما كاينش مغربي. ما على ماذا يدل هذا؟ هذا يدل على ان الامر بعيد جدا على القجع. ثم المصريين اذكياء ماشي حمير بحالكم. شتي الفرق بين المصريين والعبط الاغبياء؟ اقسم بالله صرت احتقر المسؤولين الجزائريين لغبائهم. شوفوا لي الفرق بين المصريين على دهائهم وخبثهم السياسي والكروي. المصريون خبثاء كرويا ومن حقه. والجزائريين احمر وبعرة. عجباتك خذها، ما عجباتكش اخي الجزائري ما عندي ما ندير لك. المسؤول الجزائري احمرو ابعرو. انا نقول لك علاش بالدليل. فهمتي؟ وي واخا بنتي صافي اوكي. هي صافي ديك الساعه نجيبو لك. يلا بنتي يلا الله يرضيك. يلا باي. فين كنا؟ الصوت مسموع. واش مسموع؟ واش طلبات البا يجيب لها الكارولي ديال التليفون ديالكم اصاحبي. حتى نتوما عاود يتسمعوا كدا التليفون ديالك والهو بارلور.
واخ. مرحبا خوتي مرحبا. فين كنا؟ امين امين امازيغيه بنت عمي امين. شكرا بزاف. انت الله يصلح لك وليداتك ان شاء الله والعائله كامله يا ربي، وكاع الوليدات ديال الاخوان والاخوات كاملين. شري ليها السي سعيد تستاهل ربي يحفظها لك. امين اخي الرئيس المغربي امين امين الله يحفظك. شوفوا الجزائري، اذا كان شي جزائري كيتفرج اسمع نشرح لك الفرق بين الخبث الكروي والسياسي المصري. المطلوب حين اقول الخبث راه ماشي ذم او قدح، لا، كنقول خاصو يكون. والغباء والعبط والحمره والبعره ديال المسؤول الجزائري. نهضة بركان ساقها القدر انها غتلعب الماتش مع اتحاد العاصمه. اتحاد العاصمه دارت واحد التحفظ واحد التظلم قبل المقابله باسبوع. وشنو فيه؟ هل تحفظت على امر يتعلق بلعبه كره القدم؟ ما تحفظاتش هي على التحكيم، على الفار، على شي حاجه اللي غادي تقدر تخليها تربح. هي تحفظات على وديت صنداليستان. اتحاد العاصمه تحفظت على وديت الخارطه، على وديت البوليزاريو. شتو الحمره والبعره هما هادو. هو المسؤول الجزائري حمرو بعرو. والمسؤول المصري دار تحفظ قبل الماتش حتى هو بشحال، ب5 ايام ولا سيمانه، حتى هو على من تحفظ على الخريطه. لا، جيب حتى ابو الهول، جيب ابو الهول كلهم ديالنا ديال سميتو ديال ابرنوس سعيد. قول الاهرام ديال جدك، قول سميتو دريس الاول هو اللي بنى الاهرام، ما سوقيش. جيب لي داك يوبا ديالك انت تقول لهم هو اللي حفر النيل. اجي تلعب معايا الكره، اجي تلعب الكره وقول لي بغيتي. داروا التحفظ على الفار، على الحكام نتاع الفار. هادو هما الخبث الكروي السياسي. في المقابل الغباء والتبرديع والحمرة والبعرة السياسي الكروي في هوكيستان. علاش؟ باش يبكي ويشكي وحقرونا المراه هكا حقرونا. اش غدير؟ اذا الحمرة البعرة كنقول لك الغبي العبيط بان فين هو؟ اهو بلاتي واخا اهو نرجعوا لهذا. اهو المتهم الاول في هذه لافار فوزي القجع راح لمصر، دار حوار كما يقولوا بالعاميه غاز الانفه المصريين، بالعكس مع هناك كاين امور تطبخ في الخفاء بين بعض الفرق بمشاركه مصر. الحوار لم يجرى في مصر، الحوار مع التلفزه المصريه ولكن مالغري كاع المجاملات اللي قالهم القجع مع المصريين داروا له عندهم بروتيستاسيون على الاربيتراج. تقول بالليل الحمراء البغل الكدار. القجع راه رئيس لجنه الماليه. القجع ماشي هو الرئيس نتاع الكافه. البغال لو كانوا داروا تظلم في الفلوس متفق معاكم، غنقول لكم برافو، راكو جبتوا دوسي يثبت بان القجع كمسؤول على الماليه نتاع الكاف اخل بعمله وسرق او باع وشرى. اش جاب القجع التحكيمات كيهضر اليزان ايمو شك في لافريك بارابور او رول دو القجع في لاكاف. يعني الان واضح كما قال كعلي الان كيفاش
نغير الاشياء. لازم والجزائر نروحوا ليطاب الاخرى. فوالا بلدان كيما الكاميرون، كيما مصر، كيما الجزائر، انا اظن يمكن عندها لافريك دي سود ايضا عندها لافريك دي سود. ها الا تكلتوا على مصر ها واش غتغيروا، الا تكلتوا على الكاميرون ها واش غتغيروا، الا تكلتوا على لافريك دو سود وحشاها لكم. لافريك دو سود اللي معاكم او نيفو بوليتيك جرها عنده، باعترافكم انتم تقولون ان موتسيبي صار دمية في يد القجع، انتم كتقولوها حسب ما تقولون. هذاك الجنوب افريقي جروا عنده، انتم باغيين ديروا مع مصر والكاميرون. شكون دار الفضيحه مع الكاميرون؟ ابني كلبون، ابني حمرون، ابني بردوع، ابني زنبوع. شكون دار العيب مع الكاميرون؟ داروا القجع. شكون اللي سب في الطو حتى طاب؟ ماشي نتوما غبني كلبون. إطو ولا جطو ولا شطو ولا يطو مازال غيتيق فيكم، مازال غيدي يدو في يديكم نتوما. قال لك والآن سنغير، سنتحالف مع مصر والكاميرون وجنوب افريقيا. انتوما عندكم جوج دول تقدروا تحالفوا معاها، ثلاثة الدول اللي تقدروا تحالفوا معاها: كوريا الشمالية، إيران، وفنزويلا. تقدروا ديروا شي حلف فيه 4 تاع الدول. شتي في الكرة هذيك تونس ديال قيس سعيد ما غاتمشيش معاكم. في السياسة راكو شادينو بداك الضوء والكهرباء وشوية السكر والزيت وداك التهريب المعيشي، راكو شادينو. حسن عوانو راه كيقلب على فين يترصى، ما عندوش العروق والو. زيد توزن لازم لو شونجمون. وبالك ميم رشيد قال مقبلات لوسما اورا تو بيردو. نو حنا غدوه ميم سي كيفاش نو ياك انت قبيله قلتي ما فهمش كيقول هادو واش مراد. هو نيت قبل قال لي اسمع إلا ريسو لو كو سيريو اي وكدا بسيكولوجيكمون لي جوار نون با بو ريكوبيري اي راهم مرادين نفسيا وبهم وبهم. كيفاش كدرتي لها دابا ولات نو زيد ماتش ما يتعاودش. ولكن اذا القضيه تربحت في جويي لا شتا في جويي ما زيدش تعاود امور ما تعاودش. سي ليكزامبل تاع لوسما اورا سيرفي ا كيلكو شوز اي بيان طون بيان. يا اغبياء انتم ما عارفينش شي حوايج. راكو تلعبوا مع القجع، وهذا القجع هذا ماشي حتى انا راه بالنسبه للقجع ما ساوي والو. انا ابرنوس طناز. انا راه دابا نقدر نمشي معاك في هذا الشيء نتاع الطاس. دينا لكم 6 بوان، مشينا للفينال، سجلنا الموقف مع المصريين، سجلنا الموقف كذا، شرشمناكم مع الشعب نتاعكم، بينا بانكم فضايح. مشيتوا للطاس، نفترض معاك الطاس ولا الفيفا ولا قالت لك لا العام الجاي ما كاينش التونيات بالخرائط. ايوا العيون كي غديروا في العيون؟ راه العام الجاي كاينه العيون. الا ما كانت هذا العام غتكون العام الجاي، كنعطيك الكارانتي. وجد راسك من دابا، كنقولها لك. ومن مر العيون كاين ملف الثالث. يعني شوف واش التمرميق الكوتاكوت انا دابا راه شي مرة راه غيقدر يعيط لي الرجع يقول لي سكت راك تفرش الاوراق. داكشي بالكوتاكوت. يا والله حتى نقهروكم قهرا، يا بالله حتى نمرضوكم مرضا. عطيناكم التقار من 75 حتى 2021 22. داكشي ديال بالطولك وقبل مع بوشتا وميلودا وكذا، هذاك الشيء ديال تيك تاك كذا. دابا نعم الله بدينا معاكم 21 22 لدابا، وخرجنا فيكم العجب ومازال.
هو شو يا من هنا ل 2030 غتساسو زيد. طون ميو مي انا جو بونس باللي الجزائر دارت طرح سياسي، طرح مبدئي لا باس ليسونسيال ما يتعاودش كما قلت. السلام عليكم لي زامير. الا وقع شي خلل على مستوى الفك فراه درت واحد البنج على وديت واحد الدرسه باش ما تقولوش اودي راه لان هذا هو كيستاهل، غادي يقولوا راه خرجوا فيه دروبنا الذنوب اللي درت في الشنقريحه وتبون خرجوا لي في فمي. المهم هذه درسه داروا لي واحد البنج. المهم القضيه راه مبنجه. ايوا كي كنبان لطيفه طلع مصيبه صح والله الا مصيبه. ما علينا. الرأي المغربي وقتاش ما كنتي واجد طلب كيستخير الرأي المغربي. فين كنا هنا. هذا ساليناه الرجل مي لحد الان رضوان خويا هاد لي زانديس هاد السيناريو اللي تكلم عليه كاع الانصار ماشي غير الاتحاد العاصمه، كلنا كجزائريين نتمناو هاد السيناريو يتجسد فوق ارضيه الميدان والاتحاد العاصمه يعاود يرجع حقوقه. لكن الى حد الان انا كي نشوف هاد لي ريبونس تيميد تاع الطاس شغل جو بان ان بو اسبوار باسكو اليوم لا فيكتيم دو سيت هيستوار سي لو اسماء مساكن اون اون سيمين برداو كلش تيرميا كوب دالجيري راحوا بالاخر اليوم زادوا داروا والله برداو كلش تيرميا كوب دالجيري راحوا بالاخر اليوم زادوا داروا والله مي لحد الان رضوان خويا هاد لي زانديس هاد السيناريو اللي تكلم عليه كاع الانصار ماشي غير الاتحاد العاصمه، كلنا كجزائريين نتمناو هاد السيناريو يتجسد فوق ارضيه الميدان والاتحاد العاصمه يعاود يرجع حقوقه. لكن الى حد الان انا كي نشوف هاد لي ريبونس تيميد تاع الطاس شغل جو بان ان بو اسبوار باسكو اليوم لا فيكتيم دو سيت جو بو بيردر ليسبوار ملي كنشوف لي ريبونس تيميد نتاع الطاس. شراها القجع وابرنوس. نتوما حمير ما عرفتوش ما هو من الديبار تقولوا حتى من الاول تقولوا الطاس راه شراها القجع. نتوما لا والطاس كتطبق القانون والطاس ما كاينش اللي وما يقدر لهاش القجع وما يقدروش يكدا وما كاين لا رشوه والحكام النزاهه هكا قالوها والطاس نزيهه. ايوا هي الطاس نزيهه وعطاتكم صبع في انتظار اصابع اخرى. دابا المشكل ماشي كتحط لك سميتو عليه داك الشيء كل شويه حتى غتكمل لك 6. هذه كدينا 6 الاستفزاز يعني غتجي مع 6 نيشان. دابا درت البلاغ الاول حيدات قالت لك ما كاين بول استعجالي الاول. دابا اليوم قالت لك ما كاين بول استعجالي الثاني. غتبقى باقي 4. اسمع خرجة جديدة من المغاربة تورطهم أمام الفيفا وتجعل ملف اتحاد الجزائر والفاف في رواق أفضل. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فضحت نفسها أمام الهيئة الدولية. فوزي الأقجع أصبح كالقزم عندما تعلق الأمر بالفيفا وراح يطبق القوانين بحذافيرها. فجأة اختفت الخريطة الوهمية التي ظهرت على صدر قميص نهضة بركان أمام اتحاد الجزائر وأصبحت في خبر كان خلال الاجتماع التقني الخاص بلقاء الجزائر والمغرب إناث لأقل من 17 سنة. المنتخب النسوي المغربي قرر خوض لقاء الخضر المندرج ضمن تصفية كأس العالم بقميص لا يحتوي على الخريطة المزعومة، ما يظهر للمرة الألف بأن الكاف داست على القوانين في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. قضية قميص المنتخب النسوي تثبت أن الأقجع أراد إقحام السياسة غصبا في الرياضة بمناسبة مواجهة الاتحاد، لكن الرد سيأتيه في القريب العاجل. ها القرار دايرين الطاس. لا دايرين قال لك القرار سيأتيه زعما من الطاس.
ايوا القرار ديال الطاس، راه اليوم خرج القرار الطاس ما كاين بول الاستعجال. الماتش غيتلعب نهار الحد بين الزمالك والنصر بركان. ما معنى هذا؟ ما معنى الماتش غيتلعب؟ علاش؟ انا نشرح لكم هذه القضيه ديال الاستعجالي. لانه لو كان تقبل الملف ديال الاستعجالي وتم التاجيل ديال المباراه، كانت 99% لو قبلت طلب ديال تاجيل المباراه من طرف محكمه الطاس. كنتكلم على المباراه ديال النهايه اللي غتكون مع الزمالك نهار الحد. لو كان الطاس اليوم قبلات قالت لهم غادي يتاجل، احتمال كبير جدا سيتم اعاده النظر في كاع النتائج ديال المباريات. احتمال كبير. خص ديك الساعه الروينه، الخدمه، المحامين اخرين ديال سميتو ديال الكاف وكذا وهذه باش يضغطوا، باش يوقع شويه ديال راه ما عندك من تما الملفات، القوانين كذا، المقارعات، المرافعات. يعني كان احتمال كبير انه اتحاد العاصمه تقدر تربح لافير. ولكن ملي خرجت اليوم بانه قال لك ما كاينش استعجالي، الماتش ديال الفينال غيوقع. ما معنى هذا؟ معناه انه احتمال كبير جدا. دابا كنتكلم مع قانونيا، ما كنتكلمش معكم انا، ومسطريا، قانونيا ومسطريا، بعيدا على انني مغربي ولا كندير الحرب النفسيه ولا. مريم لاله تحياتي مرت السي جوجل. يعني مسطريا وفي هذا الشيء ديال الطاس احتمال ديال 99% اتحاد العاصمه ما غدي والو. لان ملي كتدفع انت الملف ديال الطلب الاستعجالي كدير الدفعات نتاعك. علاش بغيتي انت دغيا؟ علاش بغيتي دغيا تحكم بالتاجيل ديال المباراه؟ يعني خص يكون عندك الملف مقنع، والا ما كانش مقنع غتقول لك بلاتي خلينا ما نزرب على صلاح، خلينا بشويه علينا. ولكن الا كان مقنع والامر فعلا فيه ضرر وانت مظلوم فعلا، فدغيا غادي يقول لك بلاتي حبس الماتش ما غيتلعبش تنشوفوا هذه القضيه هذه. ولكن مادام قالت لك العاب دابا الا تلعب الفينال، واش غيتعاود؟ الزمالك اش دخلها؟ وحتى نهضة بركان اش دخلها؟ دابا اللي ما بغيتوش تفهموا نتوما الكياضره الحمراء والبعره، نهضة بركان ما دخلوها. اللي ما بغاتش تفهم لكم، شتي الحشيه اللي تحشات لكم هي هذه. ما بغيتوش تستوعبوا ما دخلوا بركان في هاد لافير، لان بركان قانونيا عندها التوني ديالها معتمد اومولوغي. ما تقول ليش انا لا ومشى لك الماتش وغتعاود الماتش. كيفاش نعاود الماتش ابن عمي؟ سيروا ديو الموتسيبين للحبس، سيروا ديو اللجنه ديال المنافسات للحبس، سيروا ديو اللجنه اللي صدقات على سميتو لطيفه للحبس، سيروا ديو لطيفه للحبس. انا ما تقوليش الماتش يتعاود. اذا القضيه نتاع الماتش كبوا الماء على كرشكم. فهمتوا؟ المبردعي تحياتي. التليفون ما عقلش البصمه. الى منعش واخا دابا نمشيو. دابا هما بلاتي واحد الحاجه، باش هما باغيين يغلبوا الكاف، لان الكاف حسب ما يقولون هم اش كيقولوا هما؟ كيقول لك بان الكاف اجابت الطاس واجابت الفاف وقالت بان الامر يتعلق بقوه قاهره. دابا الجواب نتاع الكاف شنو هو؟ حسب ما يقوله الجزائريون، انا ما عنديش التاكيد من المغرب، من الصحافه المغربيه، انا اللي كنتبعهم هما. كيقول لك بان اسمع لي مزيان، قال لك والكاف ما عرفاتش باش تجاوب، ما لقات باش تجاوب، كتقول لهم راه ربحنا بركان لان القوه كاينه قوه قاهره. وكيضحكوا كيقول لك فين هي القوه القاهره؟ واش وقع زلزال؟ لا. واش وقع بركان؟ لا. واش تقلبات الحافله نتاع الفريق؟ لا. ايوا فين هي القوه القاهره؟ يا الحمره والبعره، انتم راكم تضربوا في بلادكم. كاين شي قوه قاهره اكثر من شنقريحه؟ ها دابا انتم كتعترفوا بان شنقريحه ماشي قوه قاهره.
واش نقريحه؟ هادو راه كيضربوا فيك. الكاف عطاتك المكانه ديالتك، الكاف رداتك انت والبركان والزلزال بحال رداتك انت قوه قاهره بحالك بحال البركان. ويجيو هادو يقول لك لا اديهم للحبس، اش نقريحه؟ هادو راه بهدلوك، ردوك صغيور. واش كاين شي واحد كيقول الجيش نتاع بلادو انت ماشي قوه قاهره؟ هكا كان شتي القانون الجديد، اي منشور او اي تصريح يزعزع سميتو يزعزع اش كيزعزع الوطنيه والثقه في الجيش الوطني الشعبي. 30 عام ديال الحبس. هذا قانون جديد خرج في الجريده الرسميه. اذا شكون اللي منع التونيات من الدخول؟ من منعهم؟ السلطات الجزائريه. السلطات الجزائريه قوه قاهره ولا ماشي قوه؟ عندك تخطى، عندك البغل، عندك الحمار، عندك فكر مزيان عاد جاوب. راه هكا انا كنت انا محامي والله حتى نغلبكم غير في هذه في الطاس بالله. غيجي تما المحامي يقول لك مستر ذا بريزيدنت ذيس كاف جي واز بيريدد ماجور فورس لا فورس ماجور. وير از فورس ماجور؟ ار يو سيريوس؟ وير از فورس ماجور؟ there is no tremblement de terre, no seisme, no volcan. حبس تما. ستوب. سيمو بوسطون اعتق اخي سيمو، اعتق صاحبي، اعتق صاحبي. اللونغلي مشات. هادشي اللي انا غادي نجي كمحامي ديال الكاف غنقول له مستر ذا بريزيدنت what's this? It's Algerian. Do you know Algeria? No. You must know Algeria. Algeria is قوة ضاربة. هي قوة ضاربة. Are you sure? Yes. Look. Listen. ونوري له كيفاش كيقولهم نحن قوة ضاربة. صافي ربحت الماتش. صافي. ناري ويسمع هادي القجع غادي يجي غيبوس لي راسي. ناري شي واحد ويقطع هاد المرصو ويصيفطو للقجع. غيقلب عليا يجي حتى لطنجة يبوس لي راسي يقول لي عييت نسمع في المرافعات نتاع المحامين ما لقيتش بحال المرافعة ديالك. صافي ربحتي. الكاف كتقول بانه كاينه قوه قاهره. هل تعتقد انت كجزائري انه ما كاينش قوه قاهره؟ لا ولا اتونسيون. ها هي نحن قوه ضاربه. ما الفرق بين ضاربه وقاهره؟ شكون اللي كثر؟ واش قاهره ولا ضاربه؟ اعطيني اللغه، اعطيني دابا نمشي معاك انا في سميتو في لا سيميوتيك. يلا ايهما اكثر قوه؟ هل القاهره ام الضاربه؟ راه تقدر تكون قاهره وانت ما كتضربش. الضاربه زايده بيان. لا اخي خالد، لا القهر نقدر نقهرك غير بالسكات، ولكن الضرب لا. الضرب فيه الضرب والقهر بجوج. الضاربه زايده على القاهره. ضاربه بالحجر ويغلبوك. المهم كيضربوا امازيغيه ويقهروا. دابا بيني وبينك ما كاينش القهره في الجزائر. عرض الله دابا ماشي قوه قاهره تما في الجزائر. زعما الجزائريين ماشي مقهورين مساكن اللعابه وما قال لك راهم راضيين نفسيا. ها هما كيعترفوا. المدرب مسكين راه شادينو تما بالسناسل. ماشي قاهره. هذه ماشي قوه قاهره في الجزائر. ها ماشي غير قاهره صاحبي. والله انا ندير مرافعه نمشي ندير لهم انا غير تبون نقول لهم شوفوا شكون كيحكم في ذاك الدوله. الا كنتوا رجال سيروا لعبوا معاهم. سيروا لعبوا نتوما. نقولوا سيد القاضي سير لعب انت. سير انت لعب بلاصه بركان. تلعب انت عند هذا حاكمهم. تلفات له 12 مليون غنمه ومازال كيقلب عليها في 2024. واش السيد باغي يحل لي مليار و300 مليون متر مكعب في النهار؟ هذا غتمشي تلعب عنده انت؟
خليه فين هو الراي المغربي؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أسعد الله مساكم الإخوة الكرام وخيرة كبيرة. با مراكش طالب صداع كامل بيتسداك المايك الله يرحم لك الوالدين. انا راه عندي واحد الحساب هنا بنفكو مع هاد خونا في الله. انتي دابا البارحه معلم جيت طالع مع هاد السي بنت قهوه معاه في هاد اللايف، وكانوا معنا شي ناس هنا الله يعمرها دار، كانت فهمتي الجقله وداك الشيء والحلقيه ناضيه. واحد شويه معلم حتى كنسمع داك الشيء مرملاق، اش هو هذا؟ تلقى راسي معلم خرجت من الدعوه كامله والقضيه فيها الاختراق. وخوك انتي تزعزعت، انا تخلعت معلم، ما كذبش عليك اصاحبنا انتي. وقلتي راه انا تصحاب ليا واش الدعوه داك الشيء ولا شي حاجه. والله العظيم الا تزعزعت من بلاصتي كنت شربت واحد الكويس ديال اتاي داك الشيء ناضي تا خرجتو كاع زيت، ما بقى لي حتى حساب. كندخل التيك توك تيقول لي مرحبا بك في التطبيق ديال التيك توك، يلاه دخلتي اهلا مرحبا زيد راه كاين واحد التحميس راه زين، التحميس راه زين اخويا الرأي المغربي، التحميس راه زين يشرب التحميس. قلت لك معلم مع دخلت انا للتيك توك تيقول لي التيك توك مرحبا معلم مرحبا انت جديد معنا في التطبيق، زيد اخويا العزيز انا عندي 7 الحسابات ما لقيت حتى واحد. كيقول لي التطبيق ديال التيك توك مرحبا كي داير بخير دخلتي معنا راك تشوف لك شي فيديوهات هنا. راه عندنا واحد خونا هنا سميتو ابرنوس، عندنا شي وحدين اخرين هنا تيفتحوا حتى هما، انا بغيت طلعت نشط معاهم شويه. مرحبا بك جديد انت انسكري واحد الكوينيت هنايا. قلت لها معلم الله يرحم الوالدين راه كانوا عندي شي حسابات هنا انتي، والدعوه راه كان فيهم شي فولو، شي وحدين تيحبونا بحال هكا تيديروا لنا واحد الفولو، شي لعيبات بحال هكا وشي كومونتيرات تنحطوا شي فيديوهات. قال لي معلم ما تتسال شاي، الا عندك شي جيمايلات لا عندك شي ايمايلات لا عندك شي نماري تحطهم هنا، ما عندكش معلم ما تسال شاي. معلم ماشي بنقول لك والله العظيم الا تخلعت الداخل انتي وداك الشيء ديال الدي ار اس معلم ماشي واحد الضربه. دابا انت ضربك هذاك التران اللي بغيت تيتبون باش بيخرج الحديد من المنجم ياك، انت داك التران داز قاص قبل ما يوصل للمنجم. هما تيصحابوني مبني على الفرشي فهمتي. ساعه اخوك داك الشيء مقاد، وانا كل كونت دير لمو فهمتي، دير لهم واحد كل كونت دير ليه ايميل وداك الشيء مرقم. الراي المغربي 1 2 3 4 5 6 7 كندخل الايميلات تنبدا نسربيهم، واحد زيد دخل مرحبا زيد دخل تدخلتهم كاملين. طلعت معلم انتي مشيت عاوتاني طليت على دوك الرسائل ديال الايميلات، ياك ما كاينش اختراق، ياك ماشي تليفون اخر دخل هاد الحسيبات هادو. تيقول لي لا مرحبا بك دخل غير واحد خونا في الله، خرجتي ودخلتي مع الوقيته الفلانيه وكذا وشربتي اتاي رجعتي. هذا هو اللي وقع ليا. المهم الدعوه ما فهمناهاش يا اخي معلم. اذا السلام عليكم ومرحبا بكم، هذا هو اللي حصل بينا نحطوا الاخوان في الصوره وصافي، هذا هو اللي كاين. وخليوني نمشي. انت شد الستون مع با مراكش 1 2 دقائق انا راجع. طلع على ديك الوتره بعث لي واحد الرويضه مفشوشه معلم، غنفخر الرويضه وبدل الرويضه صاحبي انت يا صاحبي. واحد الرويضه 3 ايام وانا كنقول غندوز نفخها 3 ايام. دوز صاحبي دوز نفخها، راه كاين الدري تما يدوز يتهلاو فيك. نمشي نطلب نشوف. يلاه نجي سير اخو العزيز. واحد السلام عليكم با مراكش. الدعوه عندكم تما مزاحمه صاحبي، عرفتي ديك مراكش كي ولات مصدع ما كاينش فين تمشي. اجي قالوا لي دوك صحاب الطاكسيات زادوا على عباد الله شي دريمات. كيفاش البلان زعما الدعوه مطلوبه تما ما كاين غير شي طاكسي؟ هما خويا راه البشر كثير. اش هذا تقول؟ والله الا البشر كثير بلا قسم بالله زعما انتم صحاب خصهم يحنوا على عباد الله. نقولها تاع الله يعمرك مراكش طبقناها حنايا، بقاو الله يعمرك مراكش الله يعمرك عرفتي مراكش دابا. لا واخا نجيب ليه دابا افوست مي نقيه جا عجيري والله ما يتنقى بالله. اللهم بارك اخويا العزيز اللهم بارك. لما جيتي تشوف الناحيه السياحيه، الناس السياحه خويا السياحه دابا حاليا ما تلقاش بلاصتك والله، ما تلقى لا وتصير ولا فين والو. دابا عرفتي مجيد باش نشوف مراكش، مجيد بيشوف مراكش اخويا الرأي المغربي مجيد نعطيو حنا في مراكش ربع ساعه قسما بالرب العلي العظيم حتى الصباح تسمع بيت نمشي عند الشنقريحه بيقول لي شنقريحه نعم بيقول لي شوف دير شي انقلاب على فرنسا. الله معلم شوف انا واحد القضيه والله الا هذه في اطار الهضره الخوت. دابا حنا المغاربه خصنا نكونوا شويه ذكيين فهمتي. دابا الدعوه اللي كان فيها الدولار والاورو داخل وحنا بين خويو ديك المدينه وبين نمشيو حنا كسياحه داخليه نمشيو لدوك المدن الاخرى فهمتي. دابا انتم هما خلوهم يدخلوا لمراكش تا وكان يخواو على خاطرهم فهمتي. المهم هو الدولار والاورو يدخل، خلونا من داك التطبال الزائد فهمتي. معلم تاكل تشرب خلص
تنعس تبات خلص انت يا معلم. يعني بنادم الدعوه مرات في مراكش بتمشي انت للداخله، بتمشي لاكادير، بتمشي هنا، بتمشي للجبل، بتمشي للبحر، تا غازو اللعيبات ميرلفت سيدي تا سيدي فيني، ودوك المناطق راه بزاف الناس ما عارفينهمش دوك الدعوات تما انت. عاود ثاني طلع ليا للشمال وكذا، ولكن بنادم خصو يكون جونتي، ما كاين يجبد ليا الاورو الدولار من بنادم، خلي العمله الصعبه تطلع خلص يا معلم. ما كاينش مرحبا واهلا وسهلا تاكل طنجيه كذا هادي، ولكن خلص يا معلم ما كاينش. مؤكد هذاك الشيء ضروري. الطنجيه ودا معلم كتحط قوامها وكنقادو لك لعيباتها ونجي نحطوك حتى تاكل الطنجيه وتشبع وتبغي تقرلع ونحطو لك مونيتك تشرب هذاك الشيء وتزكي القوام، عاد تقول لك دخل لعندي وديك الساعه تدخل عند لا طنجيه لا تبارك الله فاش يجيو عندنا. تنقول لك انا على السياحه الداخليه على المغاربه اخويا فهمتي حنا في كازا شيري. سمعتي اخي البجا، حنا في كازا اخويا بنادم باقي تيتشخلع شويه فهمتي. دابا كازا ما كاينش عندك القلب عشيري ما تجيش فهمتي كيفاش. دابا كازا الدعوه عندنا حنا تيجيو هذوك السبوعه فهمتي، بنادم جاي داخل كازا فهمتي لي زافير والعيبات خلينا اخويا فهمتي كيفاش الصراحه. انا عندي عمتي تما انا خويا الرائع عندي عمتي ساكنه تما في البرنوسي، عندها جوج تاكسيات لا معلم تهضر لك انا فهمتش نهضر لك انا على داكشي ديال السياحه وكذا واللعيبات فهمتي داكشي عندنا حنا في شكال. بالصدفه خديت التليفون الثاني دخلت اليوتيوب باش نحط نبوستي واحد الفيديو، لقيت واحد انا مطلع اللايف دابا. هذا اللايف هذا راه كيشوفوه الناس سميتو في اليوتيوب. ديديكاس الناس ديال اليوتيوب فهمتي، ديديكاس الناس ديال اليوتيوب فهم. راه خلي شويه صاحبي ديرنا اللعيبات في الجايبه. هذاك اللي كتكومونتي انا سرق حقوق البته معلم ما حشمتي ما رايت شوف بغيتي نجي انا بعدا انا بعدا صوتي راه محضور. يا راه صوتي محضور في اليوتيوب. يلاه معاكم اصاحبي اخا المشاهدين اللي في اليوتيوب والله الله هذاك اللايف تتفرجوا فيه والله العظيم الا سارق البت ما خلانا كاع عباد الله تتسفى البيت تا واحد 6 السوايع بعدا ولا 5 السوايع فهمتي. صاحبي لا هادشي ماشي معقول. لا هادشي ماشي معقول. شوف التعليقات واش غادي يعلقوا ولا ما يعلقوش. هنا عندهم ما علينا تحياتي. بون فين كنا؟ الرأي المغربي النشرة الطنجاوية ولا مازال؟ النشرة الطنجاوية كاين الموضوع ديال الطاس، وكاين الموضوع ديال الذكرى 51 لتأسيس الجمهورية الوهمية التندوفية. لازم كاع مغاربة نباركوا لهم شي تقرير يكون ناضي. وشي حاجة أخرى من عندك راليا كاين؟ لا ما بالحقيقة ما كاينش. غنستناو داك القضية نتاع غينيا فين غيلعبوا، مازال ما عرفناش واش في جديدة ولا في العيون. نشوفوا واش غادي يعطيهم شي ضربه عاود القجع ولا مازال. نقدروا نطرحوا فيها اسئله. هل داك هل وي. اذا مرحبا بكم ولاد عمي بنات عمي، مرحب بكم جميعا الى النشره الطنجاويه، ومعنا دائما الراي المغربي هذه المره. وفي خبر عاجل الطاس تمرمق تصرفق تبربق الفاف والاتحاد الجزائري والاتحاد العاصمه ايضا القرار يقضي ببطلان الطلب الاستعجالي القاضي أو الآمر أو الملتمس من الطاس بتأجيل مباراة الفينال الأولى التي ستقام هنا في بركان بين الزمالك ونهضة بركان. هذا القرار يعني أن الطاس قد كب ماء الطاس في حجر صادي ومن معه. والإعلام الجزائري في هذه الليلة أكيد سيبكي ويتباكى وسيشكي ويتشاكى ويقول أن الأقجع قد اشترى الطاس أيضا. أستاذ الرأي المغربي، كيف تقرؤون هذا القرار هذا اليوم على بعد 48 ساعة من الماتش من المقابلة؟ ثم كيف تقرؤون ردود الأفعال لكل من البلاطوهات الجزائرية البكاء الشكاء؟ وهل تعتقدون على أن ثمة تمرمقات أخرى قادمة يعني ننتظرها بشغف طبعا؟ هل يمكن أن تطمئن الجمهور التيك توكي المغربي على تمرمقات جديدة سيكون الحنك الجزائري مسرحا لها؟
السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي إلى استديوهاتنا المركزية في طنجة. معكم مراسلكم من أمام المحكمة الدولية لرياضة كرة القدم الطاس، حيث أمامها مباشرة في الساحة الأمامية لبوابة محكمة الطاس يرقد هنا عارف مشاكرة وصوفيا باللامان وعدد من العبط الزبط والهبل من بصبع البردوع الذي كان ينتظر فعلا أن يخرج هناك قرار من هذه المحكمة، لكن في خرجة كان المغاربة يتوقعونها وأيضا المحللين الرياضيين يتوقعونها أن وجه أحد القضاة المسمى بوطاسة. هذا بوطاسة استعمل طاسة من نوع إينوكس، هذه النوعية الغليظة السميكة، ووجه بها ضربة جديدة إلى رأس وليد صادي والاتحادية الجزائرية، حيث بربقهم بتلك الطاسة من نوع الإينوكس الفاخر والذي تستعمله المحكمة الدولية للرياضات في مثل هذه القضايا. فالقاضي بوطاسة بعد أن اطلع على ملفات ومجريات القضية التي طالب بها الفاف بقرار أو مطالبة استعجالية بإلغاء أو وقف لاعب مباراة النهائية، القاضي بوطاسة بربقت بربيقة على رأس وليد صادي رئيس الاتحادية الجزائرية الذي كان معه 4 محامين تم الاتيان بهم من القوة الضاربة من الجزائر العاصمة، ولكن كل الحجج والبراهين التي قدمها وليد صادي هذا رئيس الاتحادية الجزائرية ومعه 4 محامين وبالإضافة إلى عارف مشاكرة وصوفيا باللامان وعدد كبير من البصبع البردوعي الذين تنقلوا على هذه الطائرات التي ترسلها كوين في اتجاه سويسرا، حيث هناك يعني كانوا ينامون أمام هذه المحكمة في الوقت الذي كان فيه جمهور العاصمي وأيضا البصبع البردوعي التبوني الذي يتابع القنوات الإعلام في الجزائر يتابعها بشغف، ويتم تسخين الفرفارة له من قبل هذه البلاطوهات التي اختلط فيها الشكل بالعكل، فبين الحديث عن الرياضة وإدخال للتطبيع والحديث عن المخزن وأيضا القضية الفلسطينية والقضية الخزعبلاتية البعيرية البوليزارية الصحراوية، كل هذه القضايا تم إدخالها في قضية واحدة ألا وهي تبربيق اطلق جعل الاتحاد العاصمة الجزائري من خلال فريق نهضة بركان، والتي زاد الطين بلة أن سجل أحد اللاعبين على الفريق اسمه بركان أيضا. كل هذا الأمر فعلا لحدود هذه الساعة ما زال المتابع العربي وخصوصا المتابع البصبع البردوعي الجزائري ينتظر كيف سيتعاطى الإعلام الجزائري مع خبر محكمة الدولية الطاس. هل سيتناول الإعلام الجزائري هذا القرار؟ هل سوف يتقبل البصبع البردوعي هذا القرار؟ هل ستسمع دوي الطاسة التي ضرب بها الاتحاد العاصمي والجزائري في كل القنوات الجزائرية؟ هل سوف يتحدث الإعلام الجزائري بخزعبلات الكولسة والجوسسة والعوسسة والصهاينة يساعدون المروك؟ كل هذه الهلهلات وغيرها سنتابعها في بلاطوهات بصبع البردوع من هنا إلى هناك. من هناك إلى هنا. مشكور الرأي المغربي، ودائما في إطار كرة القدم ومقابلة مزمع إجراؤها هنا بالمغرب. هذا الإجراء أو هذه المقابلة التي ستشكل على مدار 15 إلى 21 يوما حديث الإعلامي الجزائري البكاء الشكاء مرة أخرى. بكائيات وشكائيات يعني يمطر كل بلاطو كل بلاطو من هذه البلاطوهات سيمطر بها المتابعين المبردعين من الجماهير الجزائرية. يتعلق الأمر بالمنتخب الغيني الذي قررت اتحادية الغينية لكرة القدم أن تجري مقابلة الاستقبال هنا في المغرب، لكن لم يحدد بعد في أي ملعب. ألا تعتقدون أستاذ الرأي المغربي أنه في إطار التمرميقة الثالثة أو الرابعة أو في إطار استكمال الضربات الستة لكي نتحدث فعلا عن 6 استفزوك كما سبق لبركان أن سجلت ذلك، ألا تعتقدون أن الاتحاد الغيني وسطر على الاتحاد الغيني سيطالب باستقبال الجزائر في العيون؟
تحياتي لكم مشاهدينا الكرام مستمعينا عبر كل أصقاع العالم والمنصات. من هنا معكم مراسلكم الرأي المغربي من الجمهورية الغينية، وأيضا بالضبط مع رئيس الاتحادية الغينية الحاج بونغو مولمانغو، والذي فعلا خرج في إحدى خرجاته الإعلامية ليتحدث على أنه طالب من الاتحادية المغربية أن تلعب مباراته هناك على مستوى المغرب. وهذا الأمر تناوله إعلام الدولة الجزائرية المسمى بإعلام استفزوك. هذا الإعلام حقيقة أثار هذه الكلمة أكثر من مرة، فقد عانى أو يحاول أن يصور الإعلام الجزائري لمصبع البردوعي القهوي الذي لا يعلم في الرياضة شيء على أن المغرب يستفز الجزائر من خلال استضافة مباريات الاتحاديات الإفريقية التي لا تتوفر على ملاعب مصنفة أو معتمدة من طرف الكاف. فإعلام استفزوك الجزائري بدأ في البكاء والنواح منذ أزيد من 6 أسابيع متتالية. بلاطوهات فتحت وأقلام نشرت ومقالات كتبت وأيضا خرجت. كل هذا الأمر فقط لأن الاتحاد المغربي قبل بالدعوة التي وجهها الحاج بونغو مولمانغو رئيس الاتحاد الغاني، الذي طلب من المغرب استضافة منتخبه في المغرب. وفي خرجة للقجع للمغرب حاول فيها أن يكون أكثر استفزازا لدولة استفزوك، أن يحاول توجيه المباراة لتلعب في مدينة العيون هناك في الشيخ لغضب، حيث سيكون الشيخ لغضب حاضرا ليشيخ عليهم بضراعته أمام الجمهور المغربي في الأقاليم الجنوبية بالصحراء الغربية المغربية. ربما يكون المباراة هناك، ربما لن تكون. فهل سوف تقع هذه المباراة في العيون؟ هل سيفعلها لقجع ويستفز إعلام استفزوك استفزازا لم يستفزه أحد؟ هل سيقبل الاتحاد الجزائري بهذه الخرجة الجديدة؟ هل سيكون الضغط والدعس على الفريق الجزائري من خلال موجوده في الأقاليم الجنوبية للمغرب؟ هل سيتقبل مصبع البردوعي هذه الخشية والحشية الجديدة؟ كل هذا الأمر سوف نتابعه في قادم الأيام، مع التذكير أن هناك معطيات غير مؤكد منها أن ملعب الشيخ لغضب غير معتمد حاليا لدى الكاف. من هنا إلى هناك، ومن هناك من العيون من الأقاليم الجنوبية المغربية إلى الأقاليم الجنوبية الشرقية حاليا بالجزائر، والمسماة بولاية تندوف المستعمرة من طرف البوليزاريو عبر عدد من الولايات هناك: ولاية العيون، بوجدور، سمارة، الرابوني والكاموني والحاروني تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، مرحبتي وخيرت واهلا وسهلا معكم المراسل الصحراوي من الجمهورية العربية الديمقراطية التندوفية الصحراوية، حيث نتواجد هنا على الرقعة الجغرافية المسماة بالرابوني أي ولاية تندوف التي منحها النظام الجزائري للجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية التندوفية، حيث هنا نحتفل في الذكرى 51 لإعلان تأسيس جبهة البوليزاريو الأحمر والبعرة، وحيث نبني الخيام مثل هذه الخيمة التي ترسلها كوين، والتي أيضا تلعب بطريقتها الخاصة في استفزاز بني كرغل وانعيجات البوليزاريو. هنا الذكرى 51 رفعت الأعلام وأطلقت الزغاريد في الذكرى 51 منذ أن بيع الوهم ومنذ أن أعلن عن تأسيس حركة تحررية لتحرير ولاية تندوف وجعلها موطنا لكل السراح التبع العباط الخارجين عن الملة والخارجين عن الأمة المغربية. هنا حيث يتواجد الرويد الليلي ينقل ويفضح واقع الجمهورية المغبر المعشش المكشتر،
حيث نقل لكم الصورة الحقيقية لمخيمات العزة والكرامة، حيث لا بنى تحتية ولا خيام ولا منازل ولا شيء سوى وجود بنايات ضربت فيها الشمس منذ 51 عاما. 51 عاما منذ أن أعلنت الجبهة عن سعيها لإنشاء هذه الدويلة على أراضي الصحراء المغربية، ولم تتمكن حتى من صناعتها على أراضي تندوف سوى دولة كرتونية قيطونية لا مراحيض فيها ولا ماء ولا طرقات سوى سياج وميليشيات عسكرية تتمعش بالتهريب وببيع الوهم وباستغلال معاناة العزل العبط الذين ما زالوا يؤمنون بهذا الوهم، وكل دعايتهم مبنية على شيء واحد، أن الجمهورية العربية الصحراوية هي عضو في الاتحاد الإفريقي. من هنا من مخيمات تندوف 51 سنة والحسابة تحسب. فهل سوف يعلن رئيس الجمهورية التندوفية عن بقائه في تندوف؟ هل ستعترف الجزائر بالجمهورية التندوفية في تندوف؟ هل سيعترف أتباع البوليزاريو بأن هذه الدولة ستبقى في تندوف؟ هل سيظل إبراهيم غالي يشرب الشاي في تندوف إلى أن يموت كما مات عبد العزيز؟ هل سوف يأتي ذلك اليوم الذي لن يأتي في بقاء تندوف كتندوف؟ من هنا إلى هناك. من هناك إلى هنا خبر عاجل. المنتخب المغربي لفتيات أقل من 17 سنة يسجل الهدف الأول في مرمى المنتخب الجزائري من بركان. من هنا إلى بركان تحياتي للفتيات الشابات الأنيقات بنات عمنا المغربيات الأصيلات الرابحات بهدف ل0، مع متمنياتنا لهن بمزيد من الأهداف واستكمال رقم 6 الذي صار رقما سحريا هنا في المغرب بالمناسبة. أستاذ الرأي المغربي دائما في إطار الصحراء الغربية الجزائرية إلى الصحراء الشرقية الجزائرية، خطر يتهدد المنطقة. حفتر يعلن عن إرسال كتيبات عسكرية وتعزيزات عسكرية كبيرة جدا إلى الحدود مع الجزائر، مع إغلاق المعبر الحدودي هناك. كيف تقرؤون هذه الحركة التي قام بها حفتر، خاصة وأن الأمر يتعلق بزيارة قامت بها جورجيا ميلوني منذ يومين إلى ليبيا، واستقبالها في ليبيا الغربية وليبيا الشرقية من طرف حفتر هناك والدببة هنا. كيف تقرؤون هذا التحرك من الغرب نحو الشرق الليبي وتحديدا نحو الحدود مع الجزائر؟ ألا يمكن الحديث عن ستفزوك أخرى يقوم بها حفتر للجيش الجزائري الشعبي الديمقراطي الحنكوشي؟ تحياتي لكم مشاهدينا الكرام هنا من الحدود الليبية الجزائرية، حيث فعلا أمر الخليفة المشير خليفة حفتر بتنقل أعداد كبيرة من قوات الجيش الليبي إلى تأمين المعبر الحدودي، بل والتوغل إلى داخل الأراضي التي سلبها الاستعمار الفرنسي من الأراضي الليبية وضمها للمقاطعة الفرنسية المسمى الآن الجزائر. فعلا كلمة استفزوك تنقلها المواطن أو الإعلام الجزائري عفوا على بلاطوهات جزائرية كثيرة في إطار أنه دائما الجزائر مستهدفة، ودائما أن الجزائر القوة الضاربة للخرط دائما في إطار أنها مستهدفة، وهناك مؤامرات فنكوشية عنكوشية صهيونية مروكية فضائية مخزنية خطيرة تستهدف الدولة الجزائرية بحكم أنها القوة الضاربة. لأي ماذا لا نعرف لحدود ساعة، فما زال تبون لم يعرفنا. لكن حقيقة التنقلات العسكرية الأخيرة للمتحدث للخليفة حفتر تظهر أن الجيش الليبي مستعد لأي تحرك عسكري أمني كبير يمكن من خلاله إعادة تأمين حدودها مباشرة بعد أن تحاول الجزائر خلق كيان وهمي جديد بضم كل من الجزائر وتونس والربع والثلث والخمس من ليبيا برئاسة دبيبة. فهذا الأمر أعتقد أنه سيرد عليه الخليفة حفتر بتنقلات خطيرة على مستوى هذه المناطق. أعتقد أنه على الحدود الليبية الجزائرية هناك ذئاب
صحراوية عربية تزأر مثل ما ترسل دائما الكويت يتحدث في هذا الأمر. فأعتقد الإخوة الكرام أن المسألة ما زالت لحدود الساعة غامضة شيئا ما، لكن حفتر يسعى إلى أن يجعل الإعلام في الجزائر يكرر كلمة استفزوا. فهل ستتكرر هذه الكلمة من هنا إلى هناك مع حفتر شيكور الكرام؟ تحياتي لكم مشاهدينا الكرام مستمعينا. كانت هذه بعض من الأخبار التي حاولنا أن ننقلها بطريقة الفكاهة السياسية. فقط في إطار التوضيح سي برنوس، الإعلام الجزائري الآن يحاول أن يجعل من مباراة المنتخب المغربي النسوي والمباراة المنتخب الجزائري النسوي على أنها انتصار، بدارعة أن المنتخب المغربي لم يلعب بقميص منتخب فيه خريطة، وهذا فيه تغليط للرأي العام الجزائري أولا، لأن المنتخب المغربي لم يلعب يوما بقميص فيه الخريطة، لأن الفيفا أصلا تمنع هذه المسألة. فرق المنتخبات على مستوى المنتخبات تمنع وضع أي إشارات سياسية. الإعلام الجزائري من أجل أنه يصور على أنه هناك انتصار على الأقجع وانتصار على المغرب وانتصار على المغاربة، يحاول أن يضخم هذه المسألة، وأنه أجبر المنتخب المغربي على أن يلعب بقميص ما فيهش خريطة، ويروجوا لهذه المسألة بطريقة كبيرة. وانتم تابعتوا هذاك التصريح ديال تمكن الأقجع بديك الموسيقى العنترية الخزعبلاتية ديال الجزائر تيوب، فبالتالي ما تمشيوش معهم في الطرح وفهموا أن الغاية هي هذه. فنتمنى تكون وصلت الفكرة. تحياتي سي برنوس، شكرا جزيلا أخي الكريم. المغربي مشكور جدا، شكرا على حضوركم معنا وتأثيث فضاء هذه الحلقة عبر معنا طانزة على أخبار يعني معنا البرنوسي في التعليق. أهلا خويا البرنوسي، حنا البرنوسي حنا كنتبعو غير أسعاد الشرعي، حيت أسعاد الشرعي كيوصل عنده اللايف للستاكيا، ولكن حتى واحد القضيه نقول الحق، انا كنقول الحق ملي كيجي هو لشي لايف اخر ما كيفوتش هذيك الستاكيا، ما عرفتش فين كتمشي هذيك الستاكيا، واش كيجيبها من شي بلاصه اخرى. المهم حنا بغيت نسولو السي اسعاد الشرعي علاش ما هضرتيش على فلسطين، راه الاسرائيليين دخلوا الرفح، واش انت مقابل غير المغرب مشيتي تما كتقل، مشيتي عند الجلايجيه، مشيتي عند موالي الرخام، مشيتي عند شربتي اتاي فين كان. اسعاد الشرعي الله يجازيك بخير، هضر لنا على فلسطين، راه اسرائيل دخلت للرفح، راه ما بقى ليهم والو يدخلوا للسينا ديال مصر. اسعاد الشرعي الله يرحم والدين، فين داكشي ديالك وفين دوك اللايفات ديالك، راه خوتنا الفلسطينيين مساكن راه دخلوا عليهم الاسرائيليين الله يرحم الوالدين. قول هذيك قر ديالك غتخوف حتى الاسرائيليين، خوفات الجزائريين فغتخوف حتى الاسرائيليين. ديديكاس خويا البرنوسي، ربي يحفظك اخويا. تحيه الاخوان كاملين في التعليق، انتم تكونوا بخير وعلى خير، ربي يحفظكم. غير في اطار المزح والضحك فقط، يعني نبهنا لهذه المساله اكثر من مره. كل الاحترام والتقدير خويا البرنوسي، ربي يعزك اخويا، ربي يحفظك. حنا غير تنتمازحوا مع صديق ديالنا وخونا العزيز. الله يحفظكم الخوت، شكرا بزاف سي برنوس، شكرا بزاف بمراكش، ربي يحفظك. تحياتي خويا الرأي المغربي صام بروك، انا بدرت قليل مره راه بالضحك انا. ومراكش اش اخبارك؟ بخير لاباس؟ الله يكبر بك والتسديد سايل الوزار الله يسبي. انظر كاين شي جديد، كاين شي تخيتي لا قلتي تدوس كامل، كملت لك هذاك الشيء، جمعت لك الالي والريتور، وانا نحط لك القصه كومبلي من اطا لزيد. راك حافظها؟ قصه كامله دابا تدوس كمقاد كلشي مريقل. يا سي توكل. اسمعوا الصوت. وكان يا ما كان في يوم من الايام فريق نهضات بركان بدون يستهاب في الجيران، وركبوا في الطيار وحطوا في المطار، وجات المخابرات ودارت ليهم حصار، جبدوا الدنيا طلعت ليهم شي احاسيس، داروا حملات اشهار الاتي تحميس. اش وقع تما الخريطه في الدنيا، ويقول لي خوا وهو ما حاملني. وليد صديق قال بلي طوال ميلف، قال ليه فوزي القجع الخريطه ولا رجعوا بالخف. جا وقت الماتش مشينا للجيران، بدل الدنيا دوشنا كالخ الجيران، وصل القرار القاف نصفنا ب3-0، صافي يشدو بوت في الكاف قال دبوني اش نديرو. قال ليه نمشيو للطاس برك هو اللي نصفنا، ونساو بلي الطاس حنا نغسلو فيه يجينا.
كتروا من الفشل المساكن ما عندهم حيلة. هادي دولة بوسطع وبلاد الكراهيلة. جينا نلعبوا البالون دخلونا في السياسة. بنتو المؤامرة ولا قزع دار الكولاسة. حكينا عالدهب شوفوهم في الايام. واش هاد الجيران في تقاليدهم الادب. من ارض الجزائر قالوا علنوا على الانسحاب. باش غاضطرونا والله يرزقكم العذاب. ونزلوا في المطاس قبلناهم تمروا الحليب. فريق العاصمة هداها منجعجين. هادشي في وجدة وختيناهم السعيدية. من أجمل المدن المملكة المغربية. بحسن الاستقبال جيناهم الساكي طوال. صدقوا شبارة وهادي عقلية الفوز بزاف. طمعونا في لي المعطرات وفي الفوطات. تقول باني كرجل ما عمرهم شافوا لوطيلات. عمرو ليهم الطاولات بالعديد والشهوات. ما كبروش بدار الخير وداروا الماكلة في الميكات. وجايين النزال لاقينا في التيران. خباو في الفيستير بحال شي مشات الفيران. دخلوا الرياضة ونساو السياسة. قال لك هذا قرار جاءنا من الرئاسة. أشهد الجنود عمي دبون سير الشحجرة. هذا راه البابون بغا يحمقوا عنا. وقال لك السيادة ما فراسناش بلا بنبطوش قبل الشعب في الريادة. عايشين بالحمص بيتقسموا البلاد عروس. حتى صدمكم الكاف وخسرتو بسطوس. تكلموا في الإعلام وكذبوا في الصحافة. لا جملة مفيدة ولا شوية ثقافة. شوفوا حال الجيران غير غازين في الخسران. تبعوا مرتزقة ونساو الوطنية والوطن. شادين بكم السكون باستعمال جميع الفنون. وعمي القجع قراكم شوية في القانون. هادي من با مراكش لخوتي في بركان. دونيكم بالخريطة ربط عيني العديان. كان يا ما كان في يوم من الايام. فريق نهضة بركان في تونس تهز الجيران. سالات القصة اخويا سعيد، سالات القصة. بغيتك تقول لي كي جاتك القصة من ابطال زيد. كاين والله الا كاين بالله. هادشي اللي عطى الله اخويا سعيد. قلت لك غادي نقعد لهم الريتور نتسناهم في الريتور ونكمل لهم نغيز اليوم. قلت لك داك النهار راه النص بتعريج ما كاين لا ريتم لا والو. هادشي اللي كاين اخويا. دابا هادشي فين سجلتيه عندك تما غير نديباني في الدار، في الدار بيسي قدامي ولعيبات. ما كاينش القلق. ما تخافش مني اخويا سعيد. بحال داكشي خدامين عليه حنا. الله يحفظك با مراكش. برافو عليك برافو عليك. تحياتي با مراكش. المنتخب المغربي لفتيات قبل من 17 سنه فائز الان الى حدود الان في الدقيقه 40 ب2-0. بلاتي نديرو شحال 2-0. هات نديرو شويه تعليق جا الشرات على المقابله. اخواني الكرام، نقدر نقول لكم انه المنتخب الوطني منتصر 2-0 على فريق الكراغيله. نقدر نقول لك لعبنا بلا خريطه لانه القميص الوطني لا يحمل خريطه. خريطه كانت في تنيد بركان. الا كيشدوا الاعلام هنا في الجزائر بدا يخلطوا يقولوا تفاهات وترهات. نقدر نقول لك شي كلمات خرجوا. انا نقول لك اهتز فؤادي بقيت نضحك. الزوجه عندي نقدر نقول لك تعطرات بداك الكلام. علاش نقول لك انا المنتخب الوطني بدون خريطه؟ نلعبوا معكم بالخريطه بدون خريطه. نقدر نعطيكم 2-0 نزيدكم 3-0 نديكم 4-0. الاميه هو ان المنتخب الوطني منتصر. هنيئا للنساء هنيئا لكل مرأة مغربيه تتبعنا الكره مزيان على المنتخب المغربي. حنا القزع هنايا خدمتو صراحه. انا القزع كنهني خويا القزع على هذا العمل والتفاني. قاعد تجيبوا هنا فتيات تعطيو واحد الدور انهم ماشي شغلهم غير الكوزينه، شغلهم خاويه عامره الكروشات قيسودوز الاندوات. ما نقدر نقول لك بيشنيط الكفره انما والله تضربوا بالراس. والله كيضربوا بالراس. تعطيك باس طويل تقدر تدوز تروبك الحارس تقدر تبع الهداف. لكن المنتخب النسبي ديالنا تيبقى هو احسن منتخب اخويا سعيد. المهم هو مزيان للكوكب. تحياتي للكوكب. الله يسهلك اخويا سعيد. مبروك اخويا السواد. الله يسهل عليك العز. مساء خويا. تحياتي الاخوان. مبروك. الله يحفظك. تحياتي. شكرا بمراكش. شكرا الرأي المغربي. الإخوان يبدو أنه قد اقترب وقت الرحيل ويبدو أنكم قد تكاسلتم اليوم على مستوى التكباس. يبدو أنكم ما كبستوش اليوم كما يجب وبالتالي فأنا حزين. لسببين. السبب الأول هو أنني بديت
اللايف نتاعي وانا بفكين يعني منعزل تماما عن الوجود، بفكين ضربوا فيه جوج نتاع ليبالي ديال البنج، وبالتالي عرضت نفسي للسخرية وللتقطاع والمونتاج ديال الفيديوهات التي ستنتشر غدا في الصحافة الجزائرية، وسيقال أن أبرنوس سعيد قد تم تعوق أو التعوج نتاع الفك نتاعو بسبب الذنوب نتاعو التي راكمها على ظهري وأسفل ظهر الرئيس عبد المجيد تبون وشنقري حاتا. ولكن نحن ضحينا بصورتنا الجميلة والوسيمة من أجل أن نطنز كما يجب، لكن في المقابل ما الذي يعني منحتموني إياه؟ أنقصتم من التكباس، أنقصتم من البارتاج، وهذا أمر يعني يندى له جبين كل واحد من بلاد عمي. الآن فقط صرتم تحركون الأصابع، الآن فقط يعني تبين لديكم أنني أستحق منكم الكثير من التكباس. البارح جبنا مليون تكبيس جدك، واليوم يالله 234. للأسف الشديد ما زقتيش الضوية زقتيش الشعبيه. موروكو شكرا بتعمي ضحك الناشطين معكم الخوت. ياي تحياتي لكم. والله العظيم الا مشكله ترى مشكله ترى فعلا كاينه شي حويجات التي يجب الوقوف عندها. غادي ندير واحد التحدي ولا زوج وغادي نمشيو بحالنا في انتظار ذلك الاخوان. واش عامل ايه؟ هو شويه مليح وما نسمع فيك. تفرج شي ماتش ولا راهي تفرج يمكن الماتش ديال هذا جزائري؟ لا ما غاديش نسمع فيك، يقدر يكون لا. وي قاطر اهلا السي سعيد. جديد شويه لاباس الحمد لله. ايوا مليح ولا لا فاميليا؟ واقش انا غادي السي سعيد. لا ماني تنقل على خصني النظراني نقيد النظر غادي السي سعيد. واتسيري تشامود وامو شن حسيمه شن طنجه شن تطوان امو شن الرباط شن مراكش. لا وروح غماني عاد. خصني غنبداو قارب، خصني تدق شويه الحركه. لا نبدو قارب داس ساكس الحسيمه. بقاش كيما ضو مش سقان كيما ضو كلايريس سفيحات طيات السواني. عظيم. كاين شي مرسو جديد؟ كاين شي ان شاء الله شي جديد ان شاء الله نديرو يو جديد يو تحياتي السي سعيد. الله يحفظك. اجي تفهمي دي شرايني غا خزاق ليك تقاري. ما نيقش خذ النظر، ما نمشي ندير النظر، ما نحيد شي ديال النظر ديال السونتي سينترو. وتولي شي حرام ندير صحاب الافلام، صحاب السينما، صحاب يبدو كرنخ والو تلقيت شي ندير والو. شمار تواريخ 4 بوزيان بجسقان. ايوا وني بوزيان تواريخ. عبد الواحد الزوقي صحيح. يا ربي يروح يسمي والله الا الاستاذ السي سعيد تحيه توقر انت الحبايب. الله تعالى يقاطس وجهك، الله تعالى الله يحفظك يا قاطس، الله يحفظك. الله يبارك والله باص. الاخوان نجيبوا 300,000 ونمشي بحالك. 300,000 كبيسه ونمشي بحالك، ما غاديش نطمع بزاف اليوم. 300,000 بارك. انا شوف كبسوها وتكبس هي قارطس، كبسوها بريك دوطنا هاي كبس. مرحبا. شكرا كارلي. منويه سيد السينيور عا وتجيبونش غاك السي سعيد. غاري وانش غاري مشيت معليش. شكون ما السينيور اللي واسوره ما فين خدامش لك دي التيم. امازيغيه الله يحفظك. فاطمه الزهراء شكرا. صحيت اميره الله يحفظك. اذا 3 صافي لوبجيكتيف اتان. شكرا محمد. اخر السي سعيد وتقلش شويه لي فيسبوك واخي مشى. لا تقر فيسبوك غير عندي دابا المشكل ديال لي سوجيسيون تاع فيسبوك نقص، ما بقاش كيبوستي الفيديوهات نتاعي، دونك ناقص شويه الاودينس ناقصه. ولكن كنحط فيديوهات، انا عاد حطيت دابا عاد واحد الفيديو. انا دابا عاد حطيت الفيديو ولكن غادي مزيان فيسبوك مزيان. شحال كدير المشاهدات؟ دير المشاهده شي مرات 90 شي مرات 95 شي مرات 100 شي مرات 70 شي مرات 40 شي مرات 30 شي مرات 10 15 حسب الموضوع. الله يرحم الوالدين على حسب الموضوع.
عطاك امازيغيه امها وشكرا. انت واش دابا كدير في الفيسبوك كدير مواضيع ولا كدير هذا الشيء ديال التيك توك كتحطو تما؟ لا كندير انا المواضيع، هذا الشيء ديال الحياه وداك الشيء اللي غيعيش بنادم واللي كيعيش بنادم واللي كيدوزو في الحياه. تما كتعطي لهم الدروس؟ لا كنعطي داك الشيء اللي كندوزو انا، فين مشيت شمن درت شنو هادي شنو واقع شنو كدير شنو غيوقع. والله العظيم سي سعيد اش كنهضر معاك بنيتي. شنو غيوقع؟ شكرا كارلي. واش حتى شنو غيوقع مثلا قالوا لينا مثلا ملي غادي تحل شهر 4 ياك وسمعتني سي سعيد؟ ايوا دابا هادي واحد عام فات قالوا لنا شهر 4 والعام الاولاني قالوا لنا شهر 4 وهذا العام السي سعيد قالوا لنا شهر 4 وحنا نستناو العام الجاي ان شاء الله شهر 4. لا مواليد السي سعيد شكرا انت فهمتيني. وليتي عارف اش غيوقع يعني كل شهر 4 يقول لكم راه غادي تحل يعني شهر 4 الجاي ان شاء الله وحنا كنتقدموا ان شاء الله تنوليو حنا شهر 4 تحياتي. دابا ملي غيحلوا مليليه واش زعما غادي يرجعوا لذاك القانون ديال الناظور يدخلوا غير بلا كارت؟ لا زعما الا حلوا لنا مليليه حنا كندخلوا بالباسبور بلا فيزا؟ لا بلا فيزا كندخلوا بالباسبور حنا. الناظور الدريوش ولا غير الناظور؟ لا اقليم الناظور كامل، اقليم الناظور كامل من الدريوش كامل اقليم الناظور. لا ولكن الدريوش بوحدها، دابا الدريوش راه اقليم بوحدو. دابا الدريوش داروا لها العمل بوحدها نيشان. ما نعرفوش صحاب الدريوش كيدخلوا والله ما اهتى عليا هذا الشيء باقي ما عرفتوش. ولان دابا ملي تقسمات الدريوش ما كانوش كيدخلوا ولكن في الاول كانوا كيدخلوا معنا صحاب الدريوش لا كارت وحده. كان اقليم واحد، كان اقليم الناظور، كان اقليم واحد. ليست في صالح اقتصادنا. اميره شكرا كارلي. دابا ملي كنقولوا غادي تحل مليليه بهذا اللوجيك نتاع الباسبور، ماشي في القضيه نتاع الاقتصاد المعيشي، داك التهريب المعيشي ماشي الاقتصاد، التهريب المعيشي. داكشي ما يبقاش، داكشي ما بقاش وما غيبقاش وما غيوليش. دابا داكشي قانوني كاشي العشور داكشي تستيخو لا في وجده لا في الناظور. كاع النقاط الحدوديه اللي كانت عندنا ديك الساعه مع وجده مع الجزائر ولا ديال الناظور مع مدنيه ولا تطوان مع كاستيخو ما غيبقاش. شكرا كارلي. سي سعيد. دابا الناس ديال الناظور كيستناو هذه القضيه ماشي زعما باش يديروا التهريب المعيشي، غير القضيه ديال راني داخل المليليه خارج ندخل معاك انت جاي معاك. كيقول زعما هما كيقولوا يحل مليليه بنادم يدخل يكدا يتقود تما يخدم يكدا هذه فهمتي يتقود يعني يتقود المعيشي غير تما ما بين سميتو. حيت سورتو في سميتو في هذه المهن شنو نسميها الحرفيه، المهن الحرفيه كاينين بزاف الريستورانتيت كاين قهواجي كاين بارمانات كاين الاخرين دابا وقفوا ما بقاوش خدامين. البنايه كلشي واه كاين كاع اللي عنده شي مهنه يدويه غادي يلقى الخدمه. قارت صدق شكرا صحيت. اش يحفظ السي سعيد لحم والدي شكرا ان شاء الله يشتوى الله. سمعت انا سمعت يا مريم ياك ودي لاباس. اش سمعت يا مريم ياك ودي لاباس. كما قلنا شي كلام ماشي هو هذاك ريستريكسيون طاح اللايف وصلنا شي ل 300,000 كاع ما غنوصلوهاش. اذا سننسحب بهدوء وبدون اثاره المشاكل. سننسحب بهدوء وبدون اثاره المشاكل يا ابن عمي. يلا الاخوان التعليقات فين مشاو؟ كيبان لكم التعليقات نتوما؟ انا التعليقات مشاو عندي تنشوف انا التعليقات دابا كيبانوا لي التعليقات ولكن طريقتكم نعم كيبانوا لكم انا ما كيبانوا ليش. لا والو ما كاينش تعليقات بلاتي نديرها هكذا باش نقرا التعليقات. اذا غنقرا التعليقات. رياض عزيز اوكار زحلوس تحياتي امازيغيه الله يحفظك. جهرون عتجه بريتي موروكو تحياتي موروكو. صحراوي التكني مرحبا اخويا الصحراوي الناس ساكنه تحياتي الناس ساكنه في الاقاليم الجنوبيه. دينا بسلامه بنت عمي الله يكبر بيك. انس جنات ريتاج تحياتي. جبلي الله يحفظك. نجوى مونو خالد المخير عثمان المرابط الله يحفظك خويا فارس عبد الرحمن فارس. مراد بي ام سوسو حسين ادم فوفا عيشه الزينات تحياتي لك. الحجي وج قدور فريده تحياتي لك.
كادر يامي هشام الامل بمراكش العز الحسين ابراهيم جيكابي حنان تحياتي لك. موروكو الله يكبر بك بنت عمي شكرا بزاف. سعيد نيكولا الله يعزك. بريتي فلاور حسن معتبر. امور اكوش تحياتي لك. رشيد مدريد الرادي ولد مسخوط اللي سمى هذا الرادي ولد الدماحه. علاش رفدتي قست نجم تيك توك؟ مرت سي جوجل. واخا نقولها لك اختي مريم لان قبل ما بغيتش نطلع ما بغيتش نطلع عند نجم تيك توك سي بوشتا لانه دار نفس الحاجه اللي كنت كنقول له ما ديرهاش وعطاني وعد انه ما غيديرهاش والمره الثانيه عاود دارها سمحت له. ما هذه المره ما غنسمحلوش وما غاديش نعاود نطلع عنده ملي كينشر تصاور ديال النساء وكيفتح لايفات على النساء صافي. هذا هو علاش ما بغيتش نطلع وهذا هو الخطا الفادح اللي داروا واللي ما بغاش يصحها وقال لك اللي فيه شي ولا ما اللي فيه شي طبيعه ما يبيعها. دونك سجلت عليه هذه الملاحظه هذه ما نعاودش نطلع عنده. وانت يا اختي مريم راكي عارفه عزيزه وغاليه والله يحفظك وان شاء الله غادي نجي ضيف في القريب العاجل نجي عندك. وجدي الاسئله من دابا وجدي الاسئله صافي يلا وجدي الاسئله وان شاء الله في هاد اليومين 3 ايام غادي نكون ضيف عندك ان شاء الله. واخا ما عرضتش عليا انا نعرض راسي ما عمرني درتها ولكن مع مريم نديرها. يلا تحياتي لكم تصبحوا على خير لي زامير. الى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله. غدا ان شاء الله غدا عاود شي ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين ديال الطنز. تصبحوا على خير. باي باي. مازال التعليقات ما كيبانوش خصني نردهم هكا. اش غدير عندك ما دير والله الا ما عندك ما دير بالله. اذا تحياتي موروكو امازيغيه كمال الزياني مرت سي جوجل فاطمه الزهراء امهوش الينا ليون داطلاس داميا كاتيا مفتاحي عزيز بودا قاهر الكراغيله الصفر بطار فريد ليفيس امل اسامه ايت ابراسا جيويرلي ماغريكول راش فيس نوال العمراني خالد الاجراوي ليس برانس طنجاوي عماد مرويكوس احمد السطفي خالد خديجه رادو جمال سيمو راش سبور حسن ميسو مزيغ محمد محجوبي علي حسن نجاي حسن رباطي لطيفه جواد ديلكانو عاليه الياس يوزر فريده ازهور توفيق وافتخر مغربي افتخر يوسف كائن سفيان داسر سعيد متوكل ميدو بوبا نمير المقنع عائشه بوانكا فاطم رشيد DKL جاما نينا بلال خنسة عيشه الزينات بروف لطفي بن شقرون او الزهايمر 79. قريت بزاف ديال الاصدقاء. مره اخرى عاود غادي نقرا واحد 70 ولا 80 واحد اخر. يلا الاخوان شكرا بزاف. الى اللقاء. باي باي. الى اللقاء. باي باي.